السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب يا حبايب قلبي، طلاب تانية ثانوي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. سواء كنت علمي أو كنت أدبي، فالفيديو ده هيكون ليك يا صديقي مراجعة ليلة امتحان البحتة. في الآخر خالص هقول لك خلاص الأدبي يقفل الفيديو والعلمي يكمل معانا ربعاية كده زيادة في الآخر. أهم حاجة يا صاحبي، عايزك تجيب الورقة والقلم والآلة معاك وتمسك التليفون وملكش دعوة بأي حاجة تانية يا صاحبي. انت بس تكون مركز معايا وهنلم كل كلمة يا صديقي. تعالى كده واحدة واحدة بسم الله ونشوف. يبقى احنا كده بالنسبة لنا هنفهم الدنيا كلها، سواء جبر او تفاضل او ان شاء الله حساب مثلثات. بس حساب مثلثات كمان لو انت عايز فيديو مخصوص ليه هتلاقي موجود على القناة هنا برضو نزل فيديو مخصوص لحساب المثلثات. يلا يا صاحبي بسم الله كده ونطلع اول حاجة ونشوف. عايزين نفهم كده كل كلمة جول. أول حاجة وبسم الله نخلينا في القلم الأحمر. حلو. بيقول لك جميع العلاقات تكون فيها صاد دالة في سين، الصاد تكون دالة ما عدا، يعني كلهم دالة بس في واحدة لأ. طب أنا كنت بعرف الدالة منين؟ من الأس بتاع الصاد. الأس بتاع الصاد هو اللي كان بيبين لي دالة ولا مش دالة. لو كان الأس يا صاحبي زوجي يبقى في الحالة دي يا صاحبي بيكون مش دالة، بيكون ليست دالة. لو الأس زوجي يبقى كده ليست دالة. إنما لو كان الأس بتاع الصاد كان فردي يبقى إيه؟ ليست دالة. لا يبقى دالة. لو فردي يبقى دالة. تمام يا صاحبي. بص بقى واحدة واحدة كده بسم الله. أول حاجة لو بصينا هنا الصاد قرعة يعني أس واحد، طالما أس واحد يبقى دي دالة. طيب هنا الصاد قرعة أس واحد تبقى دي دالة. حد يقول لي بس السين عليها أس اتنين، وأنت مالك أنت السين عليها أس اتنين؟ إحنا قلنا أس الصاد، الأس بتاع الصاد. تمام. هنا الصاد قرعة أس واحد يبقى دي برضو دالة. هنا الصاد عليها أس اتنين يبقى دي يا صاحبي اللي ليست دالة. يبقى كده كلهم دالة بس إلا دي، يبقى كده بالنسبة لي ديت ليست دالة. طيب تمام. تعالى يا صاحبي في اللي بعديه. اللي بعديه مهم جدا المجال. طبعا لازم أي أسئلة تيجي كتير على المجال، لأن معظم المنهج أصلا بيتكلم على المجال. طب أنا عشان أجيب المجال دي دالة جذرية، والجذر عليه أس بس زوجي، ما هو مش عليه أس يبقى كده أس اتنين. يبقى أنا بالنسبة لي كده بنقول عليه الدليل زوجي. الدليل لو زوجي كنا بنقول اللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. يعني كنت بقول نضع واحد ناقص س أكبر من أو يساوي الصفر. ونحل بقى المعادلة عادي يا صاحبي خالص. إزاي يا جون؟ بص أنا عايز أجيب السين اللي بتخرج من بيتها بتغير إيه؟ إشارتها. يبقى هقول سالب س أكبر من أو بيساوي سالب واحد. طبعا السالب ده يطير مع السالب ده، ايوه، يبقى انت عندك كده السين. بس لما تقسم على سالب او تطير سوالب في المتباينه العلامه بتتقمص بتلف وشها، يعني لو بتبص يمين اخليها تبص ايه؟ شمال. يبقى كده هتبقى اصغر من او بتساوي الواحد. كده بالنسبه لك انت جبت السين. فكنت بتعمل خط الاعداد كده في تانية اعدادي عند ميس صفصف، هنا ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه، تقوم عامل بقليله كده يا صاحبي. حلو قوي. هو انا بالنسبه لي اللي طلع كام؟ واحد، وطبعا في يساوي فهشخبط عليها كده بسم الله. حلو. العلامه بتبص شمال يبقى هنمشي شمال. يبقى انا كده عندي المجال المنطقه المظلله من كام لكام؟ سالب ما لا نهايه لحد الواحد. طبعا السالب ما لا نهايه دايما مفتوحه، انما الواحد عشان دي مقفوله او عشان مقفولة. في يساوي يبقى دي كده مقفوله. يبقى من سالب ما لا نهايه لواحد اللي هو الاختيار الف. طيب تمام. فل الفل. هنا نفس السؤال، بس هنا الجذر دليله زوجي وموجود في المقام. فلو الجذر موجود في المقام ودليله زوجي يبقى اللي تحت الجذر ايوه اكبر من الصفر. ما ينفعش اقول اكبر من او يساوي، ما ينفعش اقول اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي. ليه بقى يا صاحبي؟ اقول لك ليه واحده واحده. عشان ما ينفعش حاجه في المقام تكون بتساوي صفر. ونحل بقى عادي، ده واحد بالسالب يروح بالايه؟ بالموجب. يبقى هقول له السين اكبر من الواحد بس مفيش يساوي، واقوم عامل خط الاعداد كده اهو. لو انا بتلخبط هنا ما لا نهايه وهنا كان سالب ما لا نهايه،
تعمل بقليله كده ونسميها واحد. طبعا طالما مفيش يساوي يبقى ديت مفتوحه. العلامه بتبص يمين يبقى همشي يمين زي ميس صفصف في تانية اعدادي ونشخبط كده تشك 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 تشك. يبقى كده المجال يا صاحبي المنطقه المظلله هي كده مظلله من كام لكام؟ من واحد لما لا نهايه. طبعا الواحد مفتوحه عشان مفيش يساوي، والما لا نهايه دايما مفتوحه، يبقى هو ده المجال يا صاحبي. الاجابه رقم ج. يبقى انا كده اتعلمت اجيب المجال بتاع الداله الجذريه. لو كان الجذر فوق بس الدليل زوجي، هتقول لي ما هنا زوجي اهو، هنا 2. لو الدليل زوجي فوق يبقى اكبر من او يساوي صفر، لكن لو تحت يبقى اكبر من الصفر بس. طيب حلو قوي. تعال نبص على الفكره اللي بعديها. هنا بقى في جذر فوق وفي نفس الوقت دي داله كسريه. الداله الكسريه مجالها ح فرق اصفار المقام. يعني دي داله ميكس يا صاحبي. ايه ميكس دي يا جون؟ اقول لك يا حبيبي الجون داله ميكس يعني فوق في جذر وتحت كسر. يعني فيها جذر وكسر. اول حاجه انا هشتغل عليها كانها نصين، كان اللي فوق حاجه واللي تحت حاجه. اول حاجه اللي فوق فيه جذر والدليل زوجي، ما فيش حاجه يعني 2 اسمه الجذر التربيعي. فقلنا احط اللي تحت الجذر ماله اكبر من او يساوي الصفر. صح كده. يبقى انا هقول له س زائد 1 اكبر من او يساوي الصفر. حلو. وبعد كده عشان اجيب الداله لو من غير الجذر فوق كنا اقول اول حاجه بحط المقام بيساوي صفر. ايوه صح كده. يبقى اقول له س ناقص 4 بتساوي صفر، دي اسمها اصفار المقام. ونحل بقى عادي. الواحد ده بالموجب يروح بالايه؟ بالسالب. يبقى انا هقول له كده س اكبر من او بتساوي 1. كده انت بالنسبه لك سالب جبت واحد اللي بقى. فوق. -1 تمام. يبقى انا كده بالنسبه لي جبت اللي فوق. حلو. وهنا يا باشا الاربعه ديت بالسالب تروح هناك بالموجب، يبقى هقول له كده س بتساوي الاربعه. طيب ماشي. لو احنا بالنسبه لنا هنعملها على خط الاعداد، اول حاجه هنعمل كده ديت ماشي. هنا ما لا نهايه وهنا يا صاحبي سالب ما لا نهايه. هنعمل كده بقليله بالصحاب ماشي. هنا ديت -1 في يساوي يعني هشخبط عليها كده. طيب تمام. العلامه بتبص يمين فانا همشي يمين. طيب حلو قوي. يبقى انا كده عندي المجال من اول كام لحد كام؟ من -1 لما لا نهايه. صح كده. يبقى انا عندي المجال من اول -1 من اول -1 لحد الما لا نهايه. طبعا -1 طالما فيه يساوي يبقى مقفوله والما لا نهايه دايما مفتوحه. ده كده مجال الحته دي. بس خد بالك احنا قلنا السين ما ينفعش تساوي 4، ما هو كده اصفار المقام طلعت ب4. يبقى انا بالنسبه لي هقول فرق الاربعه، يعني كل خط الاعداد معانا بس عند الاربعه تبقى مفتوحه مش معانا. يبقى انا بالنسبه لي كده المجال هو ده اللي هو انهي اختيار الف. يبقى انا بالنسبه لي لو داله كسريه بشتغل على اللي فوق وبشتغل على اللي تحت، بشتغل على الجذر وبشتغل على الكسر زي الفل. تعالى كده بسم الله ونخش على اللي بعده. عايزين نجيب مدى الداله دي. داله س بتساوي -5. هو المدى ده يا صاحبي بيانيا كان مسقط الداله على محور الصادات. لو انت مش فاكر افكرك، ادي اول حاجه محور السينات اهو ماشي. تاني حاجه محور الصادات اهو ماشي. بص بقى، هي بالنسبه لي -5 دي داله ثابته، المفروض تيجي عند -5 كده ايوه وتعمل خط كده اهو صح كده. فانت بالنسبه لك المدى قلنا مسقط الداله على محور الصادات، هي اصلا كلها على بعضيها شاكب راكب خبطه محور الصادات عند كام؟ -5. بس خلاص. فانا بالنسبه لي هل خبطه الصادات في اي حته تانية؟ لا. يبقى انا بالنسبه لي المدى عباره عن -5 في قوس مجموعه بس كده اللي هو ده. ودي كنا بنجيبها على طول يا صاحبي. بنجيبها على طول ازاي؟ لو مثلا دالة س بتساوي مثلا 7، دالة س نمسحها مسح يا بت مسحي. طب اتمسح كلك اهو ماشي. يبقى انت بالنسبه لك عندك دالة س بتساوي مثلا 7. حلو. يبقى انت عندك المدى هو الرقم ده على طول اللي هو كام؟ 7 بس كده خلاص. يبقى الداله الثابته اللي هي ما فيهاش س المدى بيكون نفس القيمه بتاعتها بس في قوس مجموعه. يبقى انا بالنسبه لي دي كانت -5 يبقى المدى بتاعها -5 على طول في قوس مجموعه. طيب تمام زي الفل. تعالى كده يا ابو الصحاب السؤال اللي بعده. بيقول لك انا عايز مدى بقى الداله دي.
طبعا عشان اروح ارسم الداله دي حوار عشان ارسم الداله دي. طيب اعمل ايه؟ بص يا عم، اما يكون داله كسريه عود نفسك تجيب المجال الاول قبل ما تجيب المدى، عشان هو هينفعك. المجال فرق اصفار الايه؟ المقام. يعني اقول فرق، بص تي -3 عكسها يبقى 3، يبقى اصفار مقام 3. هو مش هينفعني في المساله دي، بس عموما في الدوال الكسريه هينفعني. طيب انت كده جبت المجال، حلو قوي، خليه على جنب، خليه على جنب، اوعى تختاره، لا ده المجال ماليش دعوه بيه. طيب انا بالنسبه لي عشان اجيب المدى بسط لي بقى المساله. ابسطها ازاي يا صاحبي؟ بص، اول حاجه هنا في 2 وهنا 6، فممكن ناخد الاثنين عامل مشترك. فانا بالنسبه لي لو خدت الاثنين اهو، يعني قسمت هنا على الاثنين، يبقى اتفضل لي س ناقص 6 على الاثنين، يعني فيها الثلاثه، حلو قوي، على س ناقص 3. لو انت بصيت هتلاقي ده مع ده يبقى كده اتفضل لي 2. بقت عامله زي الداله الثابته يا صاحبي، داله ثابته اللي هي ما فيهاش س. يبقى بالنسبه لنا المدى هيكون كام؟ 2. يبقى هعمل كده قوس مجموعه واكتب جواه 2. هنا ما استفدناش منه المجال ده حاجه، بس هنستفاد في السبوره ديت. تعالى كده نطلع ونشوف دي. بص كده بسم الله، هو عايز مدى الداله دي، مدى الداله دي. عشان تجيب المدى لازم يكون عندك المجال، صدقني. تعالى هات لي مجال دي يا صاحبي. بص، مجال كانت فرق اصفار المقام، يعني هقول له س أس 2 ناقص 1 بتساوي 0. فانت بالنسبه لك لو وديت الواحد بعكس الاشاره هيبقى س أس 2 بتساوي 1. اللي بيطير أس 2 الجذر التربيعي للطرفين، فده يطير مع ده يا صاحبي، يبقى س بتساوي موجب أو سالب 1. يبقى كده المجال فرق 1 وسالب 1. اوعى تختارها لو موجوده، هتلاقي حاطه لك اول حاجه عشان تختارها زي البصمجي. طبعا لا يا صاحبي ما ينفعش، لان دوت المجال واحنا مش عايزينه. طيب بص بقى، تعال نبسط كده ونسمي الله. هنقول له كده دالة س بتساوي يا صاحبي، خد لي عامل مشترك. هنا في 2 س أس 3 وهنا 2 س، فهناخد 2 س عامل مشترك. دي 2 يعني كأني قسمت هنا على 2 س وقسمت هنا على 2 س، فهنا الاثنين تتيهم مع الاثنين وواحده من الس تتيهم مع واحده من الس، يبقى اتفضل س أس 2 ناقص، خدت الاثنين س دي مع الاثنين س دي، اتفضل لي 1 حفظ خانه، على س أس 2 ناقص 1. لو بصيت هتلاقي ده طار مع ده، حلو، يبقى كده اتبقى لي 2 س. الله، كده بقى دي مش داله ثابته، يبقى كده هيكون ليها مدى. بص بقى، عشان نجيب المدى بتاعها تعالى اقول لك بقى بنعمل ايه كده، بس تصحصح كده وتركز معايا بالصحاب. نمسح بس كل العك كده كده، وعايزك تصحصح احنا بنجيب المدى ازاي. احنا اول حاجه جبنا المجال على جنب. بص، هو احنا لما جبنا المجال جبنا قيم س، هنا السين بواحد وهنا السين بسالب 1، قشطه. فانت بالنسبه لك مره هتحط السين بتساوي 1، حلو كده، ومره هتحط السين مره بسالب 1. يلا كده معايا اعمل الكلام ده، شوف الصاد تطلع بكام. ما هي الصاد ديت هي المدى. حط كده السين بواحد، هيبقى 2 في 1 ب2، حلو. طب حط السين بسالب 1، هيبقى انت عندك 2 في سالب 1 بسالب 2، يبقى الصاد بسالب 2. ما هو المدى كان مسقط الدالة على محور الصادات. هنا المجال فهتقول فرق يا صاحبي، فرق يا صاحبي. هنا 2 وسالب 2، بس هاخد الصاد بقى مش السين، ماليش دعوه بالسين، انا باخد الصاد اللي هو يبقى 2 وسالب 2. يبقى هو ده صديقي المدى، فرق 2 وسالب 2، فتبقى الاجابه دي. مهمه فكره المدى يا صاحبي قوي. ماشي، زي الفل يا ابو الصحاب، زي الفل يا ابو الصحاب. تعالى كده بسم الله نشوف اللي بعديها. ده مفيش بعديها، سايبينها صفحه عشان لو هشرح فيها حاجه. ماشي جدعان والله العظيم. تعالى يا صاحبي، هنا بسم الله بيقول لك انا عايز مجال الداله دي، بس خلي بالك الجذر ده تكعيبي، تكعيبي يعني فردي. كنت بقول لك لو الجذر دليله فردي اعمل نفسك مش شايفه. كأني مش شايفه، كأنه مش موجود، غير مؤثر يعني كأنه مش موجود. فلو هو مش موجود يبقى دي دالة كسرية بس. فعشان اجيب مجال الدالة الكسرية مجالها كان ايه؟ فرق اصفار المقام. مجالها كان ايه؟ فرق اصفار المقام. يعني اول حاجة بحط المقام بيساوي صفر. يبقى هقول له كده س أس 2 ناقص 5 س ناقص 6 بيساوي 0.
ونحللها بقى عادي او نحلها بالاله، المهم ان نطلع قيم س. فاول حاجه ده ثلاثي ولا مش ثلاثي؟ ثلاثي. احلله ازاي؟ قوسين قوسين قد قد بعض بعض بيساوي بيساوي صفر. اكسر الاول الأول واكسر وأكسر الاخير. السين اس 2 تبقى ايه؟ سين س وسين. وسين. الستة كام في كام؟ اتنين. 2 في 3. بس استنى، لو قلت 2 في 3 هطرحهم يديني 5؟ لا. يبقى دي ما تنفعش، متحلش غلط. يبقى هقول كده 1 في 6 عشان لو طرحتهم يديني كام؟ 5. يبقى هقول له كده صاحبي 1 و6. الأخيرة سالب بخبيها وأقول الكبير زي اللي في النص. مين الكبير؟ 1 ولا 6؟ الستة. ياخد زي اللي في النص سالب، والتاني وعكس عكسه. السالب موجب. موجب. يبقى الكبير زي اللي في النص والتاني عكسه. طيب تمام، هقسم السبورة نصين، يا إما الأول بصفر يا إما التاني بصفر. يبقى س زائد 1 بتساوي صفر، أو س ناقص 6 بتساوي صفر. ده بالموجب يروح بالسالب، يبقى السين بتساوي يا صاحبي -1. الله، يبقى السين بتساوي يا صاحبي 6. الله، يبقى كده المجال ح فرق كام وكام؟ -1 و6. صح كده، ح فرق -1 و6 اللي هي دي. يبقى احنا كده جبنا مجال الداله ديت، بالرغم ان كان فيها جذر بس ولا ليه عازه، شفاف، مش شايفه يا صاحبي، مش شايفه عشان جذر تكعيبي. خلي بالك بقى هنا يا صاحبي في جذر تكعيبي، كده كده انا مش شايفه، بس خلي بالك بقى فرق بين الاتنين، ان هنا الجذر كان على المقام كله، اسمع بقى يا اخويا، فمسحته. لكن هنا الجذر احنا مش هناخده في الاعتبار، بس انا هحلها كانها داله جذريه واحط المقام كله بصفر، عشان انت ده كسريه، كده الجذر بالنسبه لي انا هاخد المقام كله بصفر، عشان هو على حته بس مش على كله. فرق بقى يا صاحبي، يبقى انا بالنسبه لي المجال فرق اصفار المقام. تعال نجيب اصفار المقام، هحط اللي تحت كله بصفر، يبقى جذر التكعيب لس ناقص 2 بتساوي صفر. حلو قوي. الاتنين دي بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى هقول له جذر التكعيب لس يا صاحبي بتساوي 2. حلو. هو انا بالنسبه لي اللي بيطير الجذر التكعيبي التكعيب بتاع الطرفين، اس 3 للطرفين. حلو. فده مع ده، يبقى انت عندك يا صاحبي السين بتساوي 2 اس 3 بكام؟ 8. يبقى انت عندك السين اصبحت 8. يبقى المجال فرق كام؟ 8. يبقى هي دي. يبقى خلي بالك ان الجذر هنا ما كانش على المقام كله، ما كانش على المقام كله، كان على حته بس، كان على حته بس. واصحى للتريكات دي عشان دي بتغلط الناس. اصحى عشان كانت الناس هتمسح الجذر ده وتقول لك كده س ناقص 2 بتساوي صفر، يبقى دي ب2 يبقى الس بتساوي 2، فكانوا يختاروا دي. غلط يابا، غلط، ما تفتيش يا فتاي يا هباد يا هبوده يا هبوده. اصحى يا حبيبي، اصحى واحده تاني زيها اهي. اسمع بقى، هنا بقى في مشكلتين والموضوع عايز تركيز. اول حاجه ان ده جذر دليله زوجي، يعني لازم اخده في الاعتبار. تاني مشكله هتقابلني ايه هي؟ ان ده كله في المقام. ماشي، يبقى انا هحلها على جزئين. اول حاجه الاصول اللي تحت الجذر يكون ماله؟ أكبر من أو بيساوي صفر. يبقى هقول له كده اول حاجه س ناقص 1 اكبر من او بيساوي صفر. تاني حاجه هقول له ان المقام كله اساويه بالايه؟ بالصفر. يبقى هقول له كده جذر س ناقص 1 ناقص 3 بيساوي صفر. تعالى بقى نحل دي ونحل دي، يلا كده مع بعض يا حبيبي. اول حاجه الواحد ده بالسالب يروح بالايه؟ بالموجب. يبقى السين اكبر من الواحد كده اول حاجه، او بيساوي في يساوي قشطه. طب هنا بقى التلاتة دي بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى اقول له كده جذر س ناقص 1 بتساوي 3. اللي بيطير اس 2 تكعيب الطرفين، تربيعه، اربع الطرفين عشان ده جذر تربيعي، هنا ربع الطرفين قشطه. فده هيطير مع ده، يبقى انت عندك كده س ناقص 1 بتساوي 3 اس 2 بتسعة. الواحد ده بالسالب يروح بالايه؟ بالموجب. يبقى انت عندك كده يا صاحبي السين بتساوي 10. كده انت جبت السين. لو عايز تعملها على خط الاعداد نعملها يا حبيبي، مفيش مشكله، لا عيب ولا حرام يا حبيبي. هنا ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه، تعمل بقليله وتسميها 1، وعشان في يساوي تقفلها قشطه يا ابو الصحاب. العلامه بتبص يمين امشي يمين.
يبقى انت كده عندك يا ابو الصحاب المجال من اول كام لحد كام؟ من 1 لما لا نهائي. حلو، من 1 لحد الما لا نهايه. الواحد مقفوله والما لا نهايه دايما ايه؟ مفتوحة. بس خلي بالك احنا قلنا كده المجال فرق اصفار المقام. اصفار المقام لما جبتها طلعت بكام؟ 10. يبقى كل ده بس ما عدا العشرة. ما عدا العشرة. اصحى الافكار دي عشان الناس بتتلخبط فيها. يبقى من 1 لما لا نهايه ما عدا العشرة. ده مهم يا صاحبي، الافكار دي قوي مهمه قوي 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 الافكار دي يا صاحبي. طيب ماشي، تعالى بعديها. هنا بيقول لك انا عايز مجال الداله دي. اول حاجه عشان اجيب المجال يا صاحبي، الجذر ده موجود في المقام وعليها كلها. يبقى احنا قلنا اللي تحت الجذر بيكون ايه؟ اكبر من الصفر. مفيش يساوي. يبقى هقول 9 ناقص س اس 2 اكبر من الصفر. طيب ماشي، نحلها بقى كأنها معادلة عادي، بننسى المتباينة. هنقول له 9 ناقص س أس 2 بتساوي صفر. حلها بقى، فرق بين مربعين اللي هو قوسين قد بعض بيساوي صفر. أكسر الأول اللي هو التسعة تبقى إيه؟ 3 و3. والسين أس 2 تبقى إيه؟ س وس. واحدة موجب وواحدة سالب. يبقى أنا بالنسبة لي هقسم السبوبة نصين، يا إما س زائد 3 زائد س بتساوي صفر، يا إما 3 ناقص س بتساوي صفر. لو اديت ده بعكس الإشارة هتبقى الس بتساوي سالب 3. لو اديت ده بعكس الإشارة أو تودي حتى السين يبقى التلاتة بتساوي السين أو السين بتساوي 3، مش فارقة. هتقوم عامل لي يا صاحبي خط الاعداد كده اهو. ماشي، حاجه اسمها بحث اشاره الداله بتاعت اولى ثانوي. هنا ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه. هنقوم عاملين كده عصايتين، هنا صفر وهنا صفر. الحل الصغير 3 او التلاتة هنا الكبير، وبعد كده هنا سالب 3. هنا بقى صاحبي كان في اولى ثانوي كنا بنقول ايه؟ الاشارات نفس عكس نفس. ايوه صح كده، نفس عكس نفس. الاشارات كانت بتبقى ايه؟ نفس عكس نفس. نفس مين؟ نفس اشاره س اس 2. هي الس اس 2 موجبه ولا سالبه؟ سالبة. يبقى هنا يا صاحبي نفسها سالب 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 سالب. موجب. عكس السالب موجب 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 موجب. اسمع، وبعد كده هنا ايه؟ سالب 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 سالب. اول حاجه هنبص على المتباينه اللي احنا شغالين عليها اللي هي دي. هنا انت كنت عايز اللي اكبر من الصفر. اللي اكبر من الصفر يعني الموجب بس. يبقى انا بالنسبه لي هنا هيطلع الموجب بس. انت عايز الجزء الموجب بس عشان اكبر من الصفر. هي موجبه في الحته دي يا ابو الصحاب، اللي هي من اول كام لحد كام؟ من سالب 3 ل 3. من سالب 3 ل 3. وطالما ما فيش يساوي يبقى مفتوحين. مفتوحة. يبقى انت عندك كده من سالب 3 ل 3. هو ده الشغل بتاعك اللي هو ده. ده المجال اللي هي الحته اللي هو عايزها الموجبه. طيب ماشي معاك يا صاحبي الفيديو. انا عايزك يا صاحبي كل سؤال تتفرج عليه بعديه تحله بايدك على المستخبي. جمع كده كل مثلا 10 اسئله ولا 5 اسئله، جمعهم يا صاحبي كده، اكتب بس السؤال وبعد كده حله بايدك مره واثنين وثلاثه على المستخبي. ما ينفعش تكون بتتفرج على الفيديو بس، ما ينفعش. ما ينفعش تكون بتتفرج على الفيديو وانت بتنام، ما ينفعش. لازم تمسك سؤال 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 وتحله بايدك على المستخبي. طب يلا يا ابو الصحاب، تعالى كده في اللي بعديها. بسم الله. اللي بعديها، انا عايز مجال الداله دي. السؤال ده واعي قوي قوي قوي، اتفرج بقى عليه. اول حاجه احنا قلنا اللي تحت الجذر بيكون ايه؟ اكبر من او يساوي الصفر. فهقول له كده 6 س ناقص 9 ناقص س اس 2 اكبر من او يساوي الصفر. تعالى بقى نظبطها. بص، احنا بنحب دايما الس اس 2 تكون جنبها دايما موجب، فهي لو جنبها سالب بنعكس كل المساله. يعني دي بدل ما هي سالب نخليها بالموجب يبقى س اس 2. 6 س بالموجب نخليها بالسالب. 9 بالسالب نخليها بالموجب. ونقمص العمامه كمان تبقى اصغر من او بيساوي الصفر. كده دي اللي هنشتغل عليها. ماشي، دي كده المتظبطه المتعدله. هنعمل ايه؟ قلنا اول حاجه نحط الداله تساوي صفر. فهقول له س اس 2 ناقص 6 س زائد 9 بتساوي ايه؟ صفر. نحللها قوسين قد بعض بيساوي صفر. اكسر الاول واكسر الاخير. السين اس 2 تبقى ايه؟ س وس. التسعة 3 و3. وديت موجب يبقى الاتنين زي في النص سالب وسالب. كده الحلين زي بعض. هناخد حل منهم بس اللي هو س ناقص 3 بتساوي صفر. حلو، التلاتة دي بالسالب تروح بالموجب.
يبقى السين بتساوي 3. حلو. نقوم عاملين بقى خط الاعداد، طالما من الدرجه الثانيه اس 2 بنعمل لها بحث اشاره الداله بتاعت اولى ثانوي. فبنعمل خط الاعداد، اسمع عشان دي واعيه قوي. هنا ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه. حل واحد يعني عصايه واحده. قشطه. طلعت عليها 3 فهنكتب هنا ال3. الاشارات كانت ايه؟ نفس ونفس. لما تكون معادله من الدرجه الثانيه كنا بنكتب نفس ونفس. ولو مش مصدقني كنا بناخد قيم هنا ونعوض عليها. يعني تعوض عن السين هنا بالنسبه لك تعوض مثلا ب4 في السين، هيطلع بالنسبه لك موجب، هيبقى الناتج هنا كله موجب. تاخد هنا رقم اصغر من ال3 مثلا 2 وتعوض بيه هتطلع برضه موجب. يبقى عشان كده بنقول عليها نفس ونفس، يعني اللي قبليها زي اللي بعديها. نفس ونفس. طب وانت ايش عرفك ان هي موجب؟ احنا قلنا نفس ونفس. نفس مين؟ نفس اشاره س اس 2. هتقولي بس س اس 2 هنا سالبه، ما يخصنيش. انا ليه اللي احنا ظبطناها وقلنا هنشتغل عليها اللي هي دي. صح كده يا صاحبي؟ يبقى انا بالنسبه لي نفس ونفس. خد بالك بقى يا صاحبي، انت هو عشان تجيب المجال هو قال لك انا عايز اصغر من او يساوي الصفر. اللي اصغر من او يساوي الصفر يعني السالب او الصفر. هل في سالب؟ لا بس في صفر. هو الصفر واقف عند مين؟ 3. يبقى انت عندك المجال 3 بس. 3 بس قوس مجموعه كده عامله زي الثابته. عشان هو عايز اللي اصغر من او يساوي الصفر. عارف لو كان عايز الاكبر كنت خدت الموجب ده والموجب ده كمان، لكن هو عايز الاصغر. الاصغر يعني السالب. الاصغر يعني السالب، واصلا المساله ما كتبناش فيها سالب خالص، يبقى ما فيش سالب بس في يساوي صفر. يبقى انا بالنسبه لي كده يا صاحبي هو ده اللي هو بيساوي صفر، اللي هو واقف عند الصفر ده. ماشي. حلو حلو. فكره واعيه والناس تتلخبط فيها. بص بقى يا صاحبي، السؤال ده برضه حته تقيله شويه. بيقول لك اذا كان مجال الداله دي هو ح، ماشي، فان هنا في كاف. فبيقول لك هنا الكاف اكبر من الواحد ولا ما بين السالب واحد وواحد، ولا اصغر من واحد ولا اصغر من سالب واحد. طيب بص، هو المجال ح يعني مفيش اصفار مقام، يعني لو مسكت دي تحللها مش هتتحلل. صح كده؟ كلمة مش تتحلل يبقى ليها حل في الأعداد المركبة. بس ملهاش حلول حقيقية. يعني ممكن تجيبها بالمميز بتاع أولى ثانوي. إزاي؟ أنت بالنسبة لك هو طالما ما بيتحللش يبقى ده جذرين مركبين. مركبين وطالما مركبين كنت بتقول المميز ماله بقى؟ أصغر من الصفر. المميز أصغر من الصفر. هي المعادلة اللي من الدرجة الثانية 4 س أس 2 زائد 4 س زائد ك. حلو الكلام ده كده بالنسبة لك هتاخده بتساوي صفر، بس ده مش هيتحلل. مش هيتحلل. اشمعنى مش هيتحلل؟ عشان هو قال لي مجالها ح. حلو قوي. فأنا بالنسبة لي يبقى المميز أصغر من الصفر. المميز ده اللي هو كان ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر. تعالى معايا. هو أول حاجة الألف ب4. حلو. والب ب4 والجيم بكاف. يلا عوض معايا. الب ب4. 4 أس 2. 4 في 4 16 ناقص 4 في الألف. الألف بكام؟ 4. 4 في الجيم. الجيم بإيه؟ كاف. كاف. الكلام ده إيه؟ أصغر من الصفر. هتبسط عشان تعرف وضع الكاف إيه. يبقى أنت بالنسبة لك هتقول 16 ناقص 4 في 4 16 كاف. الكلام ده أصغر من الصفر. 16 دي بالموجب تروح بالإيه؟ بالسالب. يبقى هتقول له سالب 16 كاف أصغر من سالب 16. عشان تجيب الكاف يبقى هتقسم على الكام؟ على السالب 16. وهنا على السالب 16. حلو. فده يا صاحبي هيمشي مع ده. يبقى أنت عندك الكاف لما تقسم على السالب العلامة مالها؟ تتقمص. تبص يمين. سالب 16 على السالب 16 فيها سالب واحد. يبقى كده الكاف ايه؟ أكبر من من واحد، ويبقى الاختيار ده. شغل جنان يابا. جنان يابا. جنان يابا. يبقى بيقول لك المجال يا صاحبي ح. طالما المجال ح يبقى انت بالنسبه لك المقام مش هيبقى ليه حل حقيقي، يبقى مركب. والمركب عشان دي معادله من الدرجه الثانيه يبقى المميز بتاع اولى ثانوي اصغر من الصفر.
يا ابن الذين اللي هتلففني وراك. طبعا. امال ايه؟ بيقول لك اذا كان دالة س اللي هي س اس 2 جا س تكون دالة زوجية فردية زوجية احادية ليست زوجية وليست فردية. اول حاجة وبسم الله، السين اس 2 دي موجب زوجية. الزوجي كنا بنسميه موجب والفردي بنسميه سالب، ونشوف لو الناتج طلع موجب يبقى الدالة زوجية، لو الناتج طلع سالب يبقى الدالة فردية. حلو، السين أس 2 موجب يعني زوجية، الجا س يعني سالب يعني فردية، سالب يعني فردية. فأنت عندك موجب في سالب يديني إيه؟ سالب. وطالما الإجابة طلعت سالب يبقى دي دالة فردية. إيه؟ فردية، أختار دي. لو أنت عايز فيديو لشرح الجبر بالكامل وحل عليه، موجود الفيديو يا صاحبي، اتفرج عليه وبعد كده تعالى اتفرج على المراجعه، هتتمزج وتتكيف وتقفل الامتحان كمان ان شاء الله باذن الله. يعني هنا يا صاحبي بيقول لك ايه؟ بص، بيقول لك كل الدوال زوجيه بس في واحده لا. يعني انا بدور على الفرديه طبعا سكه ودغري. ايه هي؟ الجاء فرديه، يبقى هي دي، هي الجاء فرديه. لكن الاس 2 والثابت دي زوجيه، لا. الأس 2 والجتا دي زوجية، لا. الأس 2 والثابت دي زوجية، لا. يبقى فعلا كله زوجية بس بنت الكلب دي هي اللي فردية، صح كده. تعالى يا صاحبي في اللي بعديه، سايبين لنا دي فاضي. حلو، عشان لو هنشرح فيها حاجة بس. تمام، تعالى يا ابو الصحاب. هنا بيقول لك دالة س أو الدالة دالة زوجية، فإن دالة الخمسة ناقص دالة سالب 5. خد بالك، لو الدالة زوجية كنا بنقول دالة سالب س بتساوي دالة س، كنا بنقول الدالة الزوجية بتاكل الإشارة السالب بتشفطها، دي الدالة الزوجية. لكن لو الدالة كانت فردية فدالة سالب س بتساوي سالب دالة س، كانت بتنطر الإشارة السالب بره، ده لو هي فردية. إنما هو هنا بيقول لك الدالة إيه؟ الدالة زوجية. فلو الدالة زوجية يبقى لو في إشارة سالب امسحها جوه. هنا دالة 5 ما فيهاش سالب اصلا، هنا فيها سالب، خلاص امسح السالب. فيبقى كده دالة الخمسة ناقص دالة الخمسة، تساوي صفر. فأي حاجة ناقص نفس الحاجة تديني ايه؟ صفر. يبقى الإجابة الصح هتكون صفر، اللي هي دي. بس خلي بالك لو نفس السؤال وكان قال لك زوجية، تعالى كده نجرب. لو كان قال لك فردية بقى، لو كان قال لك الدالة فردية، احنا بنلم أفكار يا صاحبي مش بنحل وخلاص. كان هيقول لك دالة الخمسة ناقص دالة سالب الخمسة. تعالى معايا، هي لو الدالة فردية فكانت بتطلع الإشارة السالب دي بره، بتنطرها بره، ده الفردية بس. هتبقى دالة الخمسة زائد، ما هو سالب في سالب بموجب، دالة الخمسة. طبعا لو انت عندك تفاحة وتفاحة، تفاحتين، برتقانة وبرتقانة، برتقانتين. بطيخة وبطيخة، بطيختين. طب دالة ودالة يبقى كام دالة؟ دالتين. بس يبقى 2 دالة الخمسة. كانت هتبقى هي دي 2 دالة الخمسة، اللي هي كانت هتبقى الاختيار ج، ده لو كانت فردية. ماشي، يلا يا ابو الصحاب، يلا بينا، يلا. ليه كده ماسحين حاجات منها يا حبيبي؟ هنا نكملها ايه؟ ماشي، مش ماسحين كتير يعني. حلو قوي، هنا دي زائد عشان لو مش واضحه. حلو قوي، بيقول لك اذا كان ق داله فرديه وكان س ق س زائد س اس 3 ق سالب س بتساوي 2، فهو عايز ق 2. هي الداله اسمها ق زي ما كان بيبقى عايز داله الاثنين. يعني ايه داله الاثنين؟ اشيل كل س واحط مكانها 2. كنت بعوض عن السين ب2 يا صاحبي. ماشي، يبقى نفس الكلام هنا، اعوض عن السين ب2. ماشي، يبقى انا بالنسبه لي اشيل السين دي واحط 2، اشيل السين دي واحط 2، اشيل السين دي واحط 2، واشيل السين دي كمان واحط 2، فهتبقى 2 ق 2. ماشي، زائد يا صاحبي، حلو، 2 أس 3 ب8 ق سالب 2، حلو قوي، بتساوي 2. طبعا عشان الدالة فردية لسه قايلين، فبتنطر الإشارة السالب بره، صح كده. يبقى 2 ق 2 ناقص 8 ق 2، الكلام ده بتساوي 8، بتساوي 2. مسحبت، ماشي، بتساوي 2 زي الفل. ايه اللي بيحصل بقى؟ 2 ق ناقص 8 ق، 2 ناقص 8 سالب 6 ق 2، حلو، بتساوي يا صاحبي 2.
فانا عشان اجيب القاف 2 اللي هو عايزها دي هقسم على السالب 6 يمين وعلى السالب 6 شمال، فتلاقي ان ده مشي مع ده. يبقى انت عندك كده يا صاحبي قاف 2 بتساوي 2 على سالب 6 بسالب تلت. يبقى اللي هو عايزه طلع بسالب تلت. موجوده في الاختيارات؟ موجوده اهي. يا حبيبي يا حبيبي تعال معايا يا صديقي. بيقول لك عايز نقطة راس المنحنى للدالة. خلي بالك ان هيجي لك سؤال مقالي يخليك ترسم، هنشوفه في اخر الحصة او بص عليه في فيديو الجبر. ماشي، تعال اول حاجة عشان اجيب نقطة الراس بحط اللي جوه المقياس بصفر، يبقى هقول س ناقص 6 بتساوي صفر. الستة دي بالسالب تروح بالموجب، يبقى السين بتساوي 6. حلو قوي. والصاد هو المطلق اللي بره ده، الصاد اللي هو بواحد، يبقى نقطة راس المنحنى دوت اللي هو 6 و1. 6 و1 اللي هو الإجابة ده. التانية تعالى في اللي بعديها. هنا بيقول لي عايز نقطة تماثل الدالة دي. الدالة دي دالة كسرية، عشان أجيب نقطة تماثل اللي هي زي نقطة الراس بس في الدالة الكسرية بنسميها تماثل، فبنحط المقام بصفر. يعني هقول له س ناقص 1 بصفر، يعني هنقول له الس بتساوي 1، او بناخد عكس ده على طول، ده سالب 1 عكس 1، والصاد هو الرقم المطلق اللي بره ده اللي هو 1. يبقى انت عندك كده نقطة التماثل 1 و1 اللي هو الإجابة ب. اوكي يلا يا ابو الصحاب، هنا نقطة راس المنحنى دي دالة تربيعية، بحط اللي تحت الأس 2 بيساوي صفر، يبقى الس بتساوي صفر. حلو. الصاد هي الرقم المطلق ده، يبقى الصاد بتساوي 3 زي الفل. يبقى انت عندك ايه؟ 0 و3. يبقى انت عندك نقطة الراس 0 و3 اللي هي دي. اوكي موضوع جامد يا عم. شوية كده وشوية كده، مش هنفضل نرخم على طول ومش هنفضل نسيب الدنيا على طول. تعالى مثلا السؤال ده حلو، هنا بقى عكس اللي فوق، بدل ما كان بيقول لك انا عايز نقطة الراس، هنا بيقول لك هنا دي اسمها ب وهنا اسمها سالب ج، فهو بيقول لك عايز الب وعايز الج. طيب بص، خلينا متفقين ان هو مديني نقطة الراس اللي هي 1 وسالب 4، هو مديها لي. طب ما تيجي احنا نجيبها، لو عايزين نجيب احنا نقطة الراس ونشوف هنقارنهم ببعض. نقطة الراس او اسمها نقطة التماثل، نقطة التماثل اجيبها ازاي يا برنس؟ بص، هي دي سالب ب، باخد عكسها تبقى ب بس، انما دي سالب ج، ايوه فتنزل زي ما هي سالب ج. طبعا المفروض النقطة اللي انا جبتها دي ايوه هي نفس النقطة اللي هو مديها لي، فبالمقارنة اول حاجة ب وهنا اول حاجة 1، يبقى كده الب بتساوي ايه؟ 1. طب تاني حاجة هنا مين؟ ج. لا سالب ج، هنا سالب ج وهنا كام؟ سالب 4. حلو، يبقى انت عندك سالب الجيم بتساوي سالب 4، فلو شطبت السالب مع السالب باي باي يبقى الجيم بتساوي كام؟ 4. امال هو عايز ايه؟ عايز ب زي الجيم. الب بواحد والجيم يا صاحبي ب4، يبقى 1 و4 كام؟ 5. يبقى دي. طيب تمام، تعالى معايا. بيقول لك إذا كانت دالة تناقصية على مجالها فإن دالة الواحد نقط دالة الاتنين، تختار أكبر من أو بيساوي ولا أكبر ولا أصغر من ويساوي ولا أصغر بس. افرض إن في أي دالة تناقصية يعني إيه يا مستر؟ يعني نازلة من فوق لتحت. دالة تناقصية، دالة نازلة من فوق لتحت. حلو، هو عايز دالة الواحد يعني السين بواحد، ودالة الاتنين يعني بعديها شوية. عايزين بقى ايه؟ بص هنا السين بواحد هنا السين باتنين، عايز بقى يجيب الدالة دي يعني ليه؟ على محور الصادات. فانت بالنسبة لك تعال نجيبها بالاسود. طب هنطلع هنا لحد محور الصادات، هي بقى اللي في وش ده كده هي دي اسمها دالة الواحد. ماشي. طب تعالى هنا يا باشا بلون تاني كده اهو، نطلع كده، نطلع هي هنا دي، ايوه نبص كده هي دي اسمها دالة الاتنين. يبقى انا بالنسبه لي مين اللي اكبر؟ هو طبعا المفروض هنا الصغير، مثلا لو هنرقم 1 2 3 4 يبقى كل ما بتطلع بتكبر. كده مين الكبير؟ ده الاتنين ولا ده الواحد؟ ده الواحد. اللي فوق هي الكبيره، يبقى ده الواحد هي اللي اكبر من ده الاتنين، مش بيساووا بعض، ده فوق ده الكبير، يبقى دالة الواحد اكبر من
دالة الاتنين. ده في حالة إن الدالة إيه؟ تناقصية. قول لي بقى أنت في الكومنتات كده، قول لي لو أنت جدع، لو الدالة تزايدية تختار إيه؟ شوف. ارسم كده واحدة زي بس تزايدية وشوف. تناقصية يعني نازلة، لكن تزايدية يعني طالعة. شوف. ماشي. ماشي يا حبيبي يا حبيبي. تعالى معايا. هنا بيقول لك دالة س بتساوي 3 ناقص مقياس س. بيقول لي الدالة دي تزايدية فين؟ بصراحة عشان تعرف ارسمها رسمة كروكي كده. عشان تجيب اللي هي بتزيد فين؟ كروكي كده. عشان ترسم دي وهنشوفها في المقالي لازم تجيب أول حاجة نقطة الراس. نقطة الراس لازم تجيبها. نقطة الراس مفيش حاجة جنب السين يبقى كده صفر. والمتطلقة 3. بس خد بالك إن هي جنبيها إشارة سالب يبقى بتترسم 8. لو موجب يبقى 7. لو جنب المقياس سالب 8. فأنت أصولا هتقوم عامل كده. هتقوم حاطط هنا 1 وبعد كده 2 وبعد كده 3. يبقى أنت عندك كده بالصحاب نقطة الراس عند الصفر أطلع 3 وهتعمل 8. 8 يا صاحبي أهو. ماشي. هو عايز تزايدية. عشان أعرف التزايد كان إيديا الشمال صباع الشمال من على شمال الرسمة. كده بتزيد وكده إيه؟ بتقل. حلو. بس التزايد بجيبه من محور السينات. التزايد بجيبه من محور السينات. هي بدايتها هنا واقفة عند إيه في السين؟ سالب ما لا نهاية. ما تقوليش 3 من سالب ما لا نهاية ل3. لا غلط. ما تقوليش دي غلط. هو أنت بالنسبة لك لو نزلت دي كده هتبقى سالب ما لا نهاية للصفر. ايوه كده للصفر. يبقى من سالب ما لا نهايه للصفر. ودايما الاضطراد قلنا مفتوح. اللي هي دي. طب لو عايز تناقصيه يبقى من اول هنا دوت اللي هو على السين بصفر. اي حاجه موجوده على محور الصادات يبقى السين بصفر. ولحد هنا ما لا نهايه. يبقى من صفر لما لا نهايه بتزيد اللي هي كانت دي. ماشي. تعالى اللي بعديها. هنا بيقول لي انا عايز المدى بتاع الداله دي. لو عايز المدى بتاع داله المقياس ارسمها برضو على طول. هات لي نقطه الراس. بص اول حاجه حط اللي جوه بصفر. يبقى 5 ناقص س بتساوي صفر. يبقى انت عندك الخمسه بتساوي س او السين بتساوي 5. لو مشيت بعكس الاشاره تبقى الخمسه بتساوي س. يبقى انت عندك كده نقطه الراس السين ب5. مفيش حدود مطلقه يبقى بصفر. حلو قوي. تعالى نرسمها يا صاحبي. تعالى نرسمها كده. انت عندك هنا 1 2 3 4 5. ماشي. تعالى كده واحده واحده بقى نزود دي بس كده شويه. ماشي. هو هنا مفيش اشاره سالب جنب المقياس ده. هنا موجب. يبقى بتترسم 8 ولا 7؟ 7. 7. يبقى بص عند الخمسه. هنا المفروض عند الخمسه. حلو. الخمسه في السين. يبقى عند الخمسه اقف عندها. حلو قوي. واعمل 7 اهو 7. هو انا بالنسبه لي المدى مسقط الداله على محور الصادات. على محور الصادات. فانا بالنسبه لي هي دي واقفه على محور السينات. يبقى الصاد هنا بكام؟ بصفر. بصفر. واقفه على محور السينات يبقى الصاد بكام؟ بصفر. يبقى بدايتها عند الصفر لحد فوق ديت. لو نزلتها على الصاد هو طالما السهم المفروض ينزل على السهم يبقى ينزل عند ايه؟ ما لا نهاية. يبقى من صفر لما لا نهايه مفتوحه لما لا نهايه والصفر صفر مقفوله. يبقى من صفر لما لا نهايه اللي هي دي. تمام. تعالى كمان نشوف مدى الداله دي. تعالى نشوف مدى الداله دي. اول حاجه لازم نجيب نقطه الراس. نقطه الراس اللي هو عكس الرقم ده -1 -2 عكسها 2. والمتطلق ده 3 يبقى 2 و3. تقوم راسمها بالصحاب كده. هتقوم كاتب هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وبعد كده 4. وبعد كده هنا -1 -2 -3. فوق الموجب يا ابو الصحاب يبقى هنا هكتب 1 2 3 4. حلو. تعالى بقى بص واحده واحده كده بسم الله. الاتنين وتلاته يبقى عند الاتنين اطلع 3 واحط نقطه. طبعا مفيش اشارات سالب ديت موجب. فطالما موجب بتترسم 7 يا صاحبي. ماشي يا صاحبي. حلو قوي. انا عايز المدى كان مسقط الداله على محور الصادات. لو نزلت دي كده على الصاد هتنزل عند مين؟ 3. حلو. واعلى نقطه فوق هتنزل المفروض عند ايه؟ ما لا نهاية. يبقى من 3 لما لا نهايه. طبعا التلاته مقفوله اهي يبقى ده ما لا مقفول. نهاية مفتوحة. الما لا نهايه دايما مفتوحه. يبقى من 3 لما لا نهايه اللي هي دي. اوكي يا جون. ده الدنيا حلوه. ايوه ان شاء الله باذن الله هتخرج من امتحان بكره مجبور الخاطر باذن الله يا صاحبي. تعالى كده في اللي بعديها يا ابو الصحاب ونشوف الدنيا فيها ايه. عايز يحل المعادله دي. اول حاجه انا وانت قلنا عشان نحل معادله المقياس
اول حاجه اللي جوه المقياس ده حاجه من الاتنين، يا اما بالموجب او بالسالب. يا اما بالموجب او بالسالب. ماشي، خلي بالك هقول له س ناقص 7 بتساوي موجب او سالب 7، واقسم سبورتش نصين واكتب ايه؟ اما او يا اما بالموجب او بالسالب. يبقى اقول له كده س ناقص 7 بتساوي 7 بالموجب، او س ناقص 7 بتساوي سالب 7 بقت بالسالب. تعال بقى نحلها واحده واحده. السبعه دي بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى اقول له كده س بتساوي 7 زائد 7 بكام؟ 14. 14. كده احنا جبنا السين. طب السبعه دي بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. هيبقى السين بتساوي سالب 7 زائد 7 بصفر. فيبقى السين بتساوي صفر. يبقى احنا كده عايز مجموعة الحل، يبقى مجموعة الحل كام وكام؟ 14 وصفر. 14 وصفر اللي هي الإجابة دي. اوكي يا جون، اوكي يا برنس، ديت صفحة فاضية. تعال نكمل اللي بعديها. اقف، يلا يا شاشة افتح الشاشة هنجيت. ايوه يا جميلو. بص بيقول لك مجموعة حل المعادلة دي في ح. خلي بالك مشكلة المسألة دي إن هنا يا صاحبي كده هنا في س بس هنا في مقياس س، لازم يكونوا الاتنين نفس الحاجة. يعني لو هنا س يبقى هنا س، لو هنا مقياس س يبقى هنا مقياس س. فعايزين نفتكر من خواص المقياس، كان عندك مقياس السين أس 2 هي السين أس 2. يعني ممكن بدل دي س أس 2 أخليها مقياس س أس 2 زائد مقياس س. ال 12 دي بالموجب تخش جوه بالايه؟ بالسالب. يبقى اقول ناقص 12 بيساوي ايه؟ صفر. طب يلا نحلها، يلا نحلها. اول حاجه هو ده عامل زي المقدار الثلاثي، هو مش عامل زي، هو فعلا مقدار ثلاثي. هو ده كده ثلاثي ولا مش ثلاثي؟ ثلاثي. بسيط ولا مش بسيط؟ بسيط. احللها ازاي؟ قوسين قد بعض بيساوي صفر. اكسر الاول واكسر الاخير. والتجيب شويه عشان جوه حبه. يبقى اقول كده مقياس س وهنا مقياس س. حلو. ال 12 دي كام في كام يديني 12؟ بص يا ابو الصحاب، انت عندك ال 12 3 في الاربعه. طب هل لو طرحت دول هيديني واحد؟ يبقى احنا هنكتب 3 و4. طب الاخيره سالب فهنقول ايه؟ الكبير زي اللي في النص والتاني عكسه. مين الكبير 3 ولا 4؟ الأربعة. ياخد زي اللي في النص موجب وعكس الموجب سالب. يلا بقى نحلها عادي. اقسم سبورت نصين واكتب ايه؟ اما او يا اما الاول بصفر يا اما التاني بصفر. يبقى اقول له مقياس س ناقص 3 بتساوي صفر، او اقول له ايه؟ مقياس س زائد 4 بتساوي صفر. كمان عشان الشاشه ما تهنكش. يبقى انا عندي التلاتة بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى مقياس س بتساوي 3. يبقى خلي بالك احنا قلنا اللي جوه المقياس حاجه من الاتنين، اما بالموجب او بالسالب. يبقى هقول له كده الس بتساوي موجب او سالب 3. كده انت جبت الس. طب تعالى هنا الاربعه بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى هقول له مقياس س بتساوي سالب 4. سالب 4 هل ينفع مقياس يطلع اشاره سالب؟ لا. يبقى ده مرفوض. يبقى انت لو هتتكلم على مجموعه الحل هتطلع بالنسبه لك كام وكام؟ 3 وسالب 3. بس ده من هنا مرفوض. تعال نشوفها. سالب 3 و3 اهي. تمام يا برنس تمام. تعالى بصي ده. بص بقى بيقول لك مجموعة حل دي. طيب ده كده بالنسبة لنا كنا بنحوله لمقياس. كنا بنحوله ازاي؟ تعالى اقول لك بقى، تعالى اقول لك بنحوله ازاي. اول حاجة كنا بنعمل جذر، ماشي، ونعمل قوس عليه تربيع. حلو. ده س أس 2 بناخد جذره تبقى س بس، دي ناقص تنزل زي ما هي ناقص. حلو. انت عندك جذر ال 16 بكام؟ ب4. حلو. هقوم قايل له زائد مقياس 4 ناقص س بتساوي 6. حلو قوي زي الفل كمان. تعالى هنا الجذر بيطير مع الأس 2 بس بنحط مقياس. الجذر يطير مع الأس بس بنحط مقياس يا صاحبي. يبقى هقول كده س ناقص 4 زائد، ممكن نخلي دي زيها على فكرة، ما هو الطرح إبدالي بس جوه المقياس. الطرح إبدالي بس جوه المقياس.
يبقى هقول له هنا يا صاحبي هتبقى س ناقص 4 عادي بتساوي 6. حد يقول لي يا مستر طب وانت ليه عملتها كده؟ عشان هنا مقياس ومقياس، قلنا تفاحة وتفاحة، تفاحتين. برتقانة وبرتقانة، برتقانتين. يبقى مقياس ومقياس، مقياسين. مقياسين، يبقى 2 مقياس، 2 مقياس اهو. الكلام ده كله بيساوي 6. وعشان ابسط اكتر هقسم هنا على الاتنين وهقسم هنا على الاتنين، فده هيتيهم مع ده، يبقى مقياس س ناقص 4 بتساوي 6 على الاتنين فيها كام؟ فيها 3 هو انا وانت قلنا اللي جوه المقياس حاجه من الاتنين، اما بالموجب أو بالسالب. يبقى اقول له س ناقص 4 بتساوي 3، او س س ناقص زائد 4 زائد بتساوي 4 ناقص 4 بتساوي سالب سالب 3. 3. السالب بيتحط ماشي. من بره ماشي. يبقى انا بالنسبه لي الاربعه بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى الس بتساوي 7. هنا 4 بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى الس بتساوي سالب 3 زائد 4، يبقى الس بتساوي او واحد بس. يبقى كده بالنسبه لي مجموعه الحل 7 و1. مجموعه الحل يا ابو الصحاب عباره عن 7 و1. تعالى كده نبص على الاجابه دي فوق. 7 و1 يا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. حلو قوي. افكار محترمه ان شاء الله باذن الله. مش هيخرج عن الكلام ده امتحان، مش عشان احنا بنتوقع، عشان احنا عاملين اللي علينا وزياده في الفيديو دوت. اول حاجه بيقول لي مجموعه الحل المقياس ده بيساوي اللي جوه المقياس. لو قلت بتساوي موجب او سالب مش هتطلع حل، خد بالك. ماشي. امال اعمل ايه؟ بص يا برنس، تعالى نمسك كده المقياس ده ونعمل له اعاده هيكله. اعاده هيكله. انا بالنسبه لي مقياس س ناقص 2 ده بيطلع حاجتين، يا اما بيطلع س ناقص 2 يا اما بيطلع سالب س ناقص 2، او بنعكس الاتنين دول. هنا في حاله السين اكبر من او بيساوي الاتنين ما بناخد ده بعكس الاشاره، وهنا في حاله السين اصغر من 2، وممكن احط هنا يساوي، يعني سواء احط هنا او هنا. فبص يا ابو الصحاب، لو كنت بيقول لك المقياس س بيساوي ده يبقى ده كده المجال، او كده ده مجموعه الحل. السين اكبر من او بتساوي 2. لو كان قال لك المقياس بيساوي ده او سالب او قلب لي دول وشال السالب يبقى هو ده بالنسبه لي الحل. يعني انا كده بالنسبه لي الحل هو الحته دي، الفتره دي هي الحل. اللي هي من اول السين اكبر من 2، يبقى من 2 لما لا نهايه، او لو هعملها خط الاعداد اهو. بص كده، انا هاخد ديت 2 في يساوي اشخبط مقفولة. عليها، بتبص يمين همشي يمين. طبعا كده بالنسبه لي الحل من اول كام من لكام؟ 2 لما لا نهاية. بس ما هي دي قيم س اللي هنشتغل عليها الحل. طيب تمام، يبقى كده من 2 لما لا نهايه اللي هو ده. طب لو كان قال لي يا مستر ان مقياس س ناقص 2 بتساوي ده، فكنت اقول له دي الحل اللي اصغر من الاثنين، اللي هي من سالب ما لا نهايه ل2، هو ده هيكون القيم س اللي هي الحل. ما هي قيم س دي يعني الحل. ماشي. كان في زيها بتاع حوالي 3 مسائل في فيديو الجبر يا صاحبي، محاضره الطوارئ. تعالى كده بسم الله. هنا بسم الله بيقول لي انا عايز مجموعه حل المتباينه. طبعا المتباينه المطلقه والمعادله المطلقه هو لازم يجي على الاقل منها سؤالين في الامتحان. فدي المتباينه المطلقه بس اصغر، فلما كانت اصغر كنت بعمل علامتين كده ماشي، واكتب اللي جوه المقياس 2 س زائد 6، واكتب مره بالموجب ومره بالسالب ماشي. وتعالى بقى نحلها عادي زي العيال بتوع ابتدائي الصغننين. يقول لك اودي الستة هنا، دي بالموجب تروح بالسالب يمين وشمال، تعمل زي الشجره كده. يبقى 2 س وانزل العلامتين، ايوه هقول له سالب 8 ناقص 6، وهنا 8 ناقص 6. سالب 8 وناقص 6 كام؟ سالب 14. يبقى ديت سالب 14. وهنا 8 ناقص 6 ب 2. 2. فعشان اجيب السين هقسم على الكام؟ على على الاتنين. الاثنين، وهنا على الاثنين على وهنا الاتنين على على الاثنين. الاتنين. حلو قوي. بصك كده معايا، سالب 14 على الاثنين سالب بسالب 7. 7. حلو قوي. هنا ده يتيهم مع ده يبقى س اصغر من او بتساوي 2 على 2 فيها ايه؟ 1. حلو قوي. يبقى كده الحل من كام لكام؟ من سالب 1 ل1. من سالب 7 ل1. من سالب 7 ل1. يبقى انا بالنسبه لي كده الحل من سالب 7 ل1. بس خلي بالك فيه يساوي يبقى مقفولين، يبقى ده الحل. لازم سؤال متباينه يجي في امتحان، ولازم معادله مطلقه ما يجي في امتحان، ده حاجات اساسيه.
طب لو كانت بقى العلامة بتبص يمين، لو كانت مستعرضة نفسها وبتقول أنا كبيرة أكبر من أو بيساوي أو أكبر من، فكنت بقسم دي نصين، بقول اللي جوه س ناقص 2 أكبر من التلاتة، أو س ناقص 2 أصغر من أو بتساوي -3. يبقى مرة أكتبها هي ومرة أعكس العلامة وأغير الإشارة ونحل بقى بالصحاب. في ناس بتحفظها بس أنا ما بحبش الحفظ الصراحة، ما بحبش الحفظ والبصمجة يابا، إحنا بنحل ونتوكل على الله. هنا 2 بالسالب تروح بالإيه؟ بالموجب. يبقى هقول له السين أكبر من أو بتساوي 3 زائد 2 كام؟ 5. حلو. هنا الاتنين دي بالسالب تروح بالإيه؟ بالموجب. يبقى أنا هقول له كده بالنسبة لي السين أصغر من أو بتساوي -3 زائد 2 بسالب 1. هنا هتبقى فرق ماشي. تعالى اعملها لي كده على خط الاعداد اهو، عشان انا مش هحفظ حاجه يابا، مش هحفظ. الناس اللي بتحفظ مش عايزينهم. الخمسه هتيجي عند الخمسه وتعمل بقليله فيها يساوي، هنشخبط عليها. بتبص يمين هنمشي يمين بيو 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 بيو. طيب هنا يا باشا بص بص بص، هنا في -1 حلو، ده في يساوي اشخبط عليها. بتبص شمال همشي شمال بيو 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 بيو. يبقى انا بالنسبه لي يا صاحبي الحل المنطقة المظللة اللي هو خط الأعداد كله اسمه ح ما عدا -1 و5. طبعا اللي بعد الفرق كنا بنقول مش اتجنن، هي المفروض مقفولين، يبقى بعديها تبقى ايه؟ مفتوحين. في ناس بتحفظها، احنا بعيد عن الحفظ، احنا ما بنحفظش يابا، احنا بنحل بايدينا وبنتوكل على الله. تعالى كده بسم الله. بيقول لك 3 أس س بتساوي 5، فإن 3 أس س زائد 2 بكام؟ طيب بص، هي ال3 أس س زائد 2 دي ممكن افكها 3 في 3، بس واحدة عليها أس س واحدة عليها أس ايه؟ 2. حلو قوي. طب ما انا عندي ال3 أس س دي هو مديها لي بكام؟ ب5. ب5 في 3 أس 2 يعني 3 في 3 ب9، فيبقى 5 في 9 بكام؟ 45. يا جامد يا جامد. تعالى هنا في ألف أس 2 عشان لو مش باين قوي. حلو قوي. هنا بالنسبة لك عندك 4 أس الكلام ده كله بيساوي 1، وبيقول لك الألف أكبر من الصفر، هات الألف. طب واحدة واحدة. أنا بالنسبة لي يا صاحبي طالما ده بيساوي 1 فباخد الأس وأساويه بصفر، يبقى أقول ألف أس 2 ناقص 2 ألف ناقص 3 بتساوي صفر. وده حلله مقدار الثلاثي عادي، قوسين قد بعض بيساوي صفر، أكسر الأول وأكسر الأخير. الألف أس 2 تبقى إيه؟ ألف وألف. ألف وألف. التلاتة كام في كام؟ 3 في 1. ما أنا لو عشان لما طرحتهم نطرحهم يدينا يديني الاتنين. بالظبط. الأخيرة سالب، بقول إيه؟ الكبير زي اللي في النص والتاني عكسه. مين الكبير؟ 1 ولا 3؟ 3. زي اللي في النص سالب، وعكس السالب موجب. أقسم سبورتي نصين، يا إما الأول بصفر ألف ناقص 3 بصفر، أو ألف زائد 1 بصفر. هو أنت عندك التلاتة بالسالب تروح بالإيه؟ بالموجب. يبقى الألف بتساوي 3. حلو. الواحد بالموجب يروح بالإيه؟ بالسالب. يبقى الألف بتساوي -1. حلو قوي. خلي بالك إن هو قال لك أنا عايز الألف أكبر من الصفر، يعني يعني سالب 1 لا. موجب. السالب نو. يبقى التلاتة هي اللي صح، يبقى اختار دي. طيب تمام. تعالى هنا نفس الكلام، بص نفس السؤال اللي خدناه فوق. هنا 2 أس س بتساوي 3. طب ما أنا ممكن الأربعة دي أكتبها 4 أس س في 4 أس 1، اللي هي الأربعة 4 في 4، واحدة عليها أس س واحدة عليها أس إيه؟ 1. طيب ما إيه رأيك لو إحنا نخلي الأربعة دي 2 أس س الكل أس 2؟ ما هو كده كده 2 أس 2 بكام؟ ب4. والسين زي ما هي. في 4 أس 1 يعني 4. أنت بقى بالصحاب 2 أس س دي هو مديها لك بكام؟ 3. حلو. يبقى هكتب 3 ده بيساوي 3 أس 2 في 4، فأنت يبقى عندك 3 أس 2 ب9، 9 في 4 بكام؟ ب36. يبقى الإجابة ب. تعالى اللي بعديها بيقول لك الدالة دي دالة أسية، فإن الكاف تنتمي لإيه؟ هو الدالة الأسية كنا بنقول أساسها موجب لا يساوي الواحد. كنا بنقول إيه؟ أساسها موجب لا يساوي الواحد. بنقول إيه؟ أساسها موجب لا يساوي الواحد. بنقول إيه؟
أساسها موجب لا يساوي الواحد. طب يلا يا أبو الصحاب، الأساس مش بيساوي الواحد، هقول له كده الكاف ناقص 2 مش بيساوي الواحد. ماشي، وهو موجب كده كده، حلو قوي. تعالى بقى معايا واحدة واحدة كده نشوف هنعمل إيه. أول حاجة لا يساوي الواحد، ماشي. هنا دي بالسالب تروح بالإيه؟ بالموجب. يبقى الكاف كده مش بتساوي الواحد. مش بتساوي كام؟ 3. ما هو 1 واحد زائد يساوي 2 بكام؟ 3. تلاتة. بس كل الموجب ما عدا التلاتة. يبقى هقول له كده ح موجبة ما عدا ما عدا التلاتة. يبقى هتكون الإجابة إيه؟ ألف. يبقى دي معناها كل الموجب بس التلاتة لا. طيب ماشي، تعالى معايا كده بالصحاب نبص على اللولو. لولو هنا في لولتين، انا بمسك اول لولايه والباقي كله بيكون قلبها فكنا بنقول قلبها بيساوي اللي تحت اساس اللي فوق. بقول ايه؟ قلبها بيساوي اللي تحت اساس اللي فوق. قلبها اللي هو اللو كل دي، يبقى لو 3 س زائد 5 الاساس 3 بتساوي اللي تحت اساس اللي فوق، يبقى 2 اس 1. طبعا 2 اس 1 يعني ب2 قشطه. امسك قلبها التاني ده ايوه واقول اللي تحت اساس اللي فوق. يبقى انا بالنسبه لي يا ابو الصحاب هقول 3 س زائد 5 بتساوي 3 اس 2 ب9. وهتحل المعادله عادي، الخمسه دي بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى انت هتقول له كده 3 س بتساوي 9 ناقص 5 فيها 4. وعشان اجيب السين اقسم على الكام؟ على التلاتة. وهنا على على الكام؟ التلاتة. فده يتيهم مع ده، يبقى انت عندك السين بتساوي 4 4 على 3 اللي هي يا ابو الصحاب هتكون دي. فهمتك يا صاحبي. تعالى يا ابو الصحاب نبص على المثال اللي جاي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك مجال الدالة دي وهنا أساسها 10. بص خلينا نتفق، احنا كنا بنقول اللوغاريتميات قلبها موجب أساسها موجب لا يساوي الواحد. إيه؟ قلبها موجب أساسها موجب لا يساوي الواحد. تعال نكبرها شوية كده عشان تبقى واضحة شويتين. تاني، قلبها موجب أساسها موجب لا يساوي الواحد. يبقى انا بالنسبه لي قلبها موجب، قلبها ده لازم يكون موجب. قلبها لازم يكون ايه؟ موجب. قلبها لازم يكون ايه؟ موجب. يبقى قولي لي اعمل ايه؟ موجب يعني ايه؟ انا اغير اشارة سي. لا، موجب اصغر من الصفر ولا اكبر من الصفر؟ اكبر من الصفر. يبقى هقول له كده 2 ناقص س اكبر من الصفر، ده موجب. كده موجب، حلو. فانا بالنسبه لي احلها بقى معادله عادي، كده كده الاساس 10 فده عادي مفيش شرط عليه. هودي الاتنين دي بعكس الاشاره، يبقى هقول سالب س اكبر من الصفر، اكبر من سالب 2. السالب 2. همشي السالب مع السالب، يبقى هقول له كده السين اصغر من الاتنين. حلو قوي، اصغر من الاتنين. يعني اصغر من 2 يعني من سالب ما لا نهايه لاتنين اللي هي دي. لا مش فاهم، خلاص خش على خط الاعداد بتاع ميس صفصف تاني اعداد يا واد. هنا كان ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه. اعمل بقليله كده وقول عليها 2. حلو، بتبص شمال امشي شمال. يبقى كده من اول كام لحد كام؟ سالب ما لا نهاية ل2. اهو. تعالى بعدين خد تعرف فين؟ راح فين؟ هنا بالنسبه لي هنا لوغاريتم س الاساس صاد بس في اس 2، لوغاريتم صاد الاساس س بس في اس 3. طبعا خلينا متفقين ان اي اس بينزل تحت. اي اس بينزل تحت، ده اللوغاريتمات بتعمل كده؟ يعني هتبقى 2 لوغاريتم س الاساس صاد في يا صاحبي لوغاريتم انزل الثلاثه 3 لوغاريتم صاد الاساس س. طبعا لو انت بصيت هتلاقي ان 2 في 3 بكام؟ ب6. وده عكس ده فبيطيروا مع بعض. ده اسمها معكوس الضربي. ليه معكوس ضربي؟ بص، لو انا حبيت افكها هفكها لو س على لو ص. ماشي، ملهاش اساس طبعا يبقى اساسها 10 فوق وتحت. في يا صاحبي ديت هتبقى لو ص على لو س. فهتلاقي ده مشي مع ده وهتلاقي ده مشي مع ده، كله طار مع بعض، يبقى ده اسمها معكوس ضربي يعني بواحد. فانت بالنسبه لك كده الاجابه طلعت ب6 يا ابو الصحاب اللي هي دي. ماشي، حلو قوي حلو قوي قوي. بيقول لك ايه؟ لام وميم هما جذري المعادله دي. بيقول لك فان لو لام الاساس 3 زائد لو ميم الاساس 3. طب استنى بقى عليا واحده واحده. هو هنا الاساس شبه الاساس،
قلنا في حالة الجمع بنضرب القلوب، في حالة الجمع بنضرب القلوب. يبقى هنكتب لو، اضرب ده في ده، لام ميم، الاساس 3. صح كده، صح كده. يبقى هنا بالنسبه لي انا كتبت لوهايه واحده وضربت لام في ميم بلام ميم. مين لام ميم دي يا مستر؟ اللي خدتها في اولى ثانوي، كان اسمها حاصل ضرب الجذرين. فانا بالنسبه لي لو عايز اجيب حاصل ضرب الجذرين كانت من اولى ثانوي، كانت ج على الف، ج على الف، ج اللي هي 27 على الف، يبقى 27 على التلاتة. 27 على التلاتة فيها كام؟ 9. 9. يبقى انت بالنسبة لك دي كده بتساوي لو 9 الأساس 3. لو عملتها على الآلة بزرار اللوج كتبت لو 9 الأساس 3 فهتطلع بكام يا صاحبي؟ ب2. تعال نبص اللي بعديها، تعال نبص اللي بعديها، بسم الله كده واحدة واحدة. أول حاجة بيقول لك لو 2 بيساوي ألف ولو 3 بتساوي ب، فإن اللو 18 بيساوي كام؟ خلينا متفقين ان انا عايز اوصل لالف وب والحاجات اللي في الاختيارات دي، خلينا متفقين كده. فاعمل ايه؟ فانا عايز ال 18 دي تبقى 2 او 3 عشان اوصل لحاجه من دول. فانا ال 18 دي ممكن اكتبها لو 2 في كام؟ 2 في 9. 9. صح كده؟ صح كده. طيب هتبقى لو ولو في حاله الجمع بضرب الايه؟ القلوب. طب انا ممكن اخليها جمع وانزل القلب هنا 2 والقلب هنا 9. حلو. يبقى له 2 زائد التسعة ممكن اكتبها 3 أس 2 فهنزل 2 دي تحت، يبقى 2 له 3. بس كده خلصت. هي اللو 2 دي هو مديها لي بكام؟ ألف. بألف زائد 2 اللو 3 مديها لي بإيه؟ بب. بب. يبقى كده الناتج طلع 2 ألف، ألف زائد 2 ب، ألف زائد 2 ب أو 2 ب زائد ألف. كده كده الجمع يبدأ لي. محترم برضه المسألة دي على فكرة. ماشي. تعالى بص تاني يا ابو الصحاب، تعالى نبص لي كده ونسمي الله. هنا بيقول لك ايه؟ خليها بس كده. يلا بت. ايوه كده. بيقول لك ايه؟ النقطة 81 و4 تنتمي لبيان الدالة دي. امال هو عايز ايه؟ عايز قيمة ألف، أجيب ألف ازاي؟ طب واحدة واحدة. هي النقطة في الرياضة ده معناها إن الأولى س والتانية صاد. هو بسم الله كده السين بكام؟ 81. والصاد بكام؟ ب4. طب ما تعوض بيهم. ما هو أنت عندك السين أشيله وأحط كام؟ 81. حلو، يبقى له 81 الأساس ألف بتساوي دالة السين دي هي الصاد، يبقى الصاد بكام؟ ب4. بس كده. ونمسك بقى المسألة عادي. هنقول قلبها بتساوي اللي تحت أساس الإيه؟ اللي فوق. يبقى هقول له ألف أس 4 بتساوي 81. احنا عايزين نخلي ال 81 ده حاجة أس 4. حاجة أس 4. أو حاجة من الاختيارات ده، يا إما سالب 2 يا إما 4 يا إما 3 يا إما 5. جرب على الآلة. اكتب لي كده على الآلة 4 أس 4 بكام؟ أكيد مش السالب دي، 4 أس 4. ثواني. احنا عايزين حاجة. 256. لا مش هي دي، خدي تعالي. طب نجرب اللي بعديها 3 أس 4. 81. بس هي دي 3 أس 4. 3 أس 4 81. طبعا بص، الأس بيساوي الأس يبقى الأساس بيساوي الأساس. هي المفروض موجب وسالب عشان الأس زوجي، لو الأس زوجي يبقى ده بيساوي موجب أو سالب ده. بس عشان دوت في السين أساسها أو قلبها، وقلبها ما ينفعش يكون سالب، يبقى احنا هنقول 3 بس، يبقى ده يتيهم مع ده، يبقى الأساس بيساوي الأساس، يعني الألف بيساوي 3 اللي هي يا صاحبي هتكون ايه؟ ماشي. تعال معايا بقى بالصحاب. هنا بسم الله بيقول لك مجموعة حل المعادلة دي في ح هي ايه؟ بص، أول حاجة أنا هحط إيدي على قلبها وأقول اللي تحت أساس اللي فوق. يبقى أنت عندك س أس 2، س أس 2 بتساوي إيه؟ قلبها س زائد 12. حلها بقى معادلة عادي، حلها بقى معادلة عادي. معادله من الدرجه الثانيه، هي السين دي بالموجب بتخش جوه بالايه؟ بالسالب. وال 12 دي بالموجب بتخش جوه بالايه؟ بالسالب. يبقى اقول له كده س اس 2 ناقص س ناقص 12 بيساوي صفر. خلي بالك حلها ده مقدار ثلاثي قوسين قد بعض بيساوي صفر.
اكسر الاول واكسر الاخير. كسر معايا السين اس 2 تبقى ايه؟ س وس. حلو. ال 12 كام في كام؟ 2. 3 في 4 لان لو فلما طرحتهم يديني اطرحهم يديني كام؟ واحد. تمام يبقى 3 و4. الاخيره سالب فبقول ايه؟ الكبير زي اللي في النص والتاني عكسه. مين الكبير؟ 4 4. سالب وعكسها تبقى ايه؟ موجب. موجب. اقسم سبورتش نصين واكتب ايه؟ اما او. اما او يا اما الاول بصفر صفر يا اما التاني بصفر. حلو يبقى اقول له كده س زائد زائد 3 3 بتساوي بتساوي صفر او اقول له س ايه؟ ناقص 4 بيساوي 6. حلو قوي. يلا بقى نحلها كمعادله. التلاته بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى اقول له س س بتساوي بتساوي سالب سالب 3. ماشي. هنا الاربعه بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب. يبقى الس بتساوي 4. 4. يبقى انا بالنسبه لي يا ابو الصحاب كده هو عايز مجموعه الحل، بس خلي بالك السين دي قلبها فما ينفعش قلبها يكون سالب. استنى بس عليا. ما ينفعش قلبها يكون سالب. ولا اساسها يكون يكون سالب. سالب. فانت بالنسبه لك السالب ده هيكون طبعا مرفوض. يبقى الحل الصح 4. يبقى مجموعه الحل بتساوي 4 اللي هي فين 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 هي دي. اقفش. يلا يا ابو الصحاب يلا بينا يلا. تعالى هنا بسم الله. دي تفاضل دي؟ تفاضل. تعالى كده بسم الله واحدة واحدة. بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يمثل الشكل البياني للدالة س. عايز نهاية عند الواحد. أول حاجة كنا بنيجي عند السين بواحد وأعمل خط. أقسم المسألة نصين. هتبقى المسألة عند يمين وعند شمال. فبجيب حاجة اسمها النهاية اليمنى وحاجة اسمها النهاية اليسرى. يعني ايه يا مستر؟ يعني بفضل انزل كده انزل 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 هوب هنا. اشوف هنا الصاد بكام؟ 2. حلو. يبقى كده النهايه اليمنى ماشي طلعت ب2. طب تعالى نجيب النهايه اليسرى للواحد. دي كده بتتقلب النهايه اليسرى. هفضل نازل 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 هوب هنا الصاد هنا بكام؟ 2. يبقى النهايه اليسرى ب2. هل اليمين بيساوي الشمال؟ اه. يبقى دي ليها نهايه وبتساوي 2. لكن بص كده اللي بعديها. تعالى كده بسم الله. بص دي عايز نهايه عند السين تقول لي 2. حلو. حاجه عند الاتنين واشد خط كده كده. اعمل ايه يا صاحبي؟ بص خلينا باللون الاحمر. خلينا بالاحمر احسن. انا هجيب الداله عند الاتنين بس من اليمين والداله عند الاتنين من الشمال. تعالى معايا واحده واحده. اول حاجه النهايه عند الاتنين من اليمين. هفضل نازل 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 هوب هنا. هنا دي الصاد بكام؟ ب2. يبقى دي بتساوي 2. هجيب النهايه اليسرى. هفضل نازل نازل نازل. ما هو بص الخط ده يمين وده شمال. ده يمنى وده يسرى. هفضل نازل 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 هوب هنا. هنا الصاد بكام؟ -2. -2. هل اليمين بتساوي الشمال؟ لا. يبقى كده بالنسبه لي ليس لها ملهاش نهاية. نهايه. طب يلا يا صاحبي. يلا يا صاحبي تعالى هنا. احنا اول حاجه في اي مساله تفاضل كنت بعوض تعويض مباشر. يعني ايه السين تقول ل4؟ اشيل كل س واحط مكانها 4. حلو قوي. لو جيت تعوض يا صاحبي هتطلع معاك 0/0. يبقى انت لازم تعمل الخطوه اللي بعديها اللي هي التحليل. تعالى بقى نحلل يا ابو الصحاب. تعالى نحلل. السين تقول ل4. حلل كده معايا. هو ده ثلاثي ولا مش ثلاثي؟ ثلاثي. بسيط ولا مش بسيط؟ بسيط. احلله ازاي؟ قوسين قد بعض. بعض. اكسر الاول واكسر الاخير. صح كده. يبقى السين اس 2 تبقى ايه؟ س وس. س وس. وال 12 3 3 في في 4. 4. لو جمعتهم يديني 7. 7. الأخيرة موجب هتنزل في النص إيه؟ سالب وسالب. وسالب. على س ناقص 4. تلاقي ده مع ده طار. يبقى يعني إيه الس تقول ل4؟ اشيل كل س واحط مكانها 4. تمام. يبقى مكان الس دي أحط مكانها 4. هيبقى أنت عندك 4 ناقص 3 يساوي 1. يبقى فيها إيه؟ 1. 1 اللي هي الإجابة الأولى. تعالى يا ابو الصحاب. الله. ضرب في المرافق ونركز فيها ادبي عشان بيجي مقالي والعلم كمان بيجيله فنركز فيه كلنا. يلا. يعني ايه السين تقول لي 5؟ اشيل كل سين واحط مكانها 5. باينه. تبقى 5 اس 2 25. 25 ناقص 25 يعني تحت في صفر. وفوق كمان تطلع بصفر. حلو. يطلع بجذر 9 3 3 ناقص 3 بصفر. المهم هنا ده بقى في الموافق. تعال نشوف بقى قصه الضرب في الموافق ده ايه. هنا السين تقول لي 5. بص بقى. هنكتب جذر 2 س ناقص 1 ناقص 3. المساله هي.
وممكن نحل تحت ده فرق بين مربعين، يتحلل ايه؟ قوسين قد بعض، اكسر الاول واكسر الاخير. يبقى اكسر معايا س اس 2 تبقى ايه؟ س س وس. ال 25 5 و5 5 واحدة موجب وواحدة سالب. تعالى نضرب مع بعض في المرافق. يعني ايه المرافق؟ يعني بضرب في مرافق الجذر، يعني بغير الإشارة اللي بعد الجذر. يعني هقول له كده هنا جذر 2 س ناقص 1 زائد 3 على ايه؟ جذر 2 س ناقص 1 زائد 3. اوعى تفتكر بغير الإشارة اللي جوه، لا أنا بغير اللي بره بس. يلا بقى معايا يا صاحبي. أول حاجة وبسم الله أنا هقول له نهاية السين تقول لي 5. يلا يا باشا. أول حاجة وبسم الله، إحنا المتوافقين بس اللي بضربهم، لكن الباقي بلزقهم جنب بعض. اللي فوق المتوافقين ولا اللي تحت؟ اللي فوق. يبقى اللي تحت متوافقين؟ لا. يبقى نزلهم زي ما هو. هقول له كده س زائد 5 في س ناقص 5. حلو. في انزل بقى الجذر ده زي ما هو، اللي هو جذر 2 س ناقص 1 زائد 3. حلو قوي. اللي فوق بقى متوافقين، كنت بضرب الاول في الاول، الجذر في روحه بتطلع روحه. اللي تحت الجذر اللي هو 2 س ناقص 1. يا بنت ما بتتمسحش، لازم استيكه. يلا مسحت 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 مسحت. يلا بس كده. 2 س ناقص 1 سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب9. طبعا هسألك سؤال ورد عليا بما يرضي الله. هو سالب 1 وسالب 9 كام؟ سالب 10. سالب 10. يبقى نمسح ده ونكتب سالب 10 على طول. سالب 10 مسحبت سالب 10 سالب 10. قشطه. تعالى بقى، هل ينفع اللي فوق ده اخده عامل مشترك؟ هنا في 2 وهنا في 2، لا مش هيبان قوي ده. تعالى يا صاحبي، هنا في 2 وهنا في 2، ممكن اخد الاتنين عامل ايه؟ مشترك. خدت الاتنين اتفضل لي ايه؟ س. خدت 2 من دي اتفضل لي كام؟ 5. 5. اللي هو 10 على الاتنين فيها الخمسة. فهتلاقي ان ده الشكل ده. ايه اللي بقى فوق بقى؟ 2 وتحت يعني ايه السين تقول لي 5؟ اشيل كل س واحط مكانها 5. يبقى مكان السين دي احط 5. 5 و5 10. 10. في مكان السين دي احط 5. حلو. هكتب فيه 2 في 5 ب10 ناقص 1 9. يبقى جذر التسعة ب3 زائد ال3 ديت. ندخل بقى كل ده على الآلة. اما ندخله على الآلة يا صاحبي كده كله تطلع بكام؟ 31. 31 اللي هي دي. لو مش احسن حاجه ممكن ترجع الفيديو تاني وتتفرج عليها وتحلها بايدك مره واثنين وثلاثه، وممكن الاله تحلها على طول. على فكره هبعت لك الفيديو على جروبات الواتس ازاي بتحل النهايات على الاله عشان لو ما تعرفش. طيب ماشي. تعالى معايا بالصحاب، تعالى معايا هنا يا صاحبي. هنا لو انت بصيت فيها جذر، طالما فيها جذر يبقى وش ده الضرب في المرافق. طيب اول حاجه يعني ايه السين تقول لي 2؟ اشيل كل س واحط مكانها 2. حصل. فانت لو عوضت تبقى 2 ناقص 2 بصفر. وتحت جذر 2 ناقص 1 بواحد، جذر الواحد 1 ناقص 1 يعني صفر. اضرب بقى في المرافق فوق وتحت. يبقى انا هقول كده نهايه س تقول لي 2. حلو. هتكتب هنا س ناقص 2 على جذر س ناقص 1 ناقص 1. حلو. في يا عم في هي ديت الجذر تحت، يبقى هضرب في مرافق فوق وتحت. بس المرافق اللي فيه الجذر ماليش دعوه باللي فوق. يبقى هقول جذر س ناقص 1 زائد 1 على جذر س ناقص 1 زائد 1. طب افرض الجذر المرافق الجذر كان فوق وكان تحت، يبقى اضرب مره في المرافق اللي فوق فوق وتحت، ومره ثانيه في المرافق اللي فوق وفوق وتحت. يعني اي جذر بضربه في المرافق. طب لو في هنا جذر كنت ضربت في المرافق تاني. ده قصه كبيره شويتين يعني. طيب بص يا صاحبي، هنكتب كده النهايه ونشوف هنضرب ازاي زي ما انا قلت لك. اول حاجه دي 2. ماشي. اول حاجه اللي فوق متوافقين؟ لا. الزقهم جنب بعض. يبقى هتقول س ناقص 2 في قوس كده، والثانيه جذر س ناقص 1 زائد 1. طيب اللي تحت بقى يا صاحبي، هل دول متوافقين؟ اول حاجه الجذر في روحه يطلع روح. يبقى انت عندك كده س ناقص 1 سالب في موجب بسالب، 1 في 1 بواحد. طبعا هتبقى دي س ناقص 2 سالب 1 وسالب 1 بسالب 2. ممكن اشرب دي مع دي. يلا بالصحاب شكشكتها اهي خلاص.
يلا يعني ايه السين تقول 2؟ هشيل كل س واحط مكانها 2. يبقى مكان السين دي احط 2، هتبقى جذر 2 ناقص 1 زائد 1. طبعا دي بواحد، واحد وواحد 2. يبقى تطلع ب2 اللي هي اجابه دي. اوكي اقف يا بومبو. الله، نظريه الاسس. ايه النظريه الرابعه؟ مثال كده بس عشان نفتكر. طبعا لو عوضت مباشر هتطلع بصفر على الصفر. قشطه، خلاص حفظنا الكلام ده من كتر الحل. هنقول له كده نهايه س تقول لواحد. يلا بالصحاب، هنا س ناقص 6 وواحد خليها أس 6. هنا س أس 1 ناقص 1 أس 1. هنا بالنسبة لك كانت الخطة إن 3 سالب. 3 حاجات زي بعض و3 حاجات زي بعض والإشارات سالب. بص عشان أطبق النظرية، 3 سينات زي بعض، 3 وحيد زي بعض، الأس زي الأس والأس زي الأس والإشارات سالب. كنت بطبق مين؟ اقول مين على مين؟ الأس اللي فوق على الأس اللي تحت. فيلم الطلة أس الطرح. الأس اللي فوق على الأس اللي تحت يبقى 6 على 1 في المتطلق اللي هو 1 أس الطرح 6 ناقص 1 ب5. يبقى تطلع ب6 أبو صحاب على الآلة. وممكن حد يحلها على الآلة على طول زي اللي موجودة في الفيديو على جوجل واتس. لو أنت مش موجود على جوجل واتس أو على القناة ابعت لي الرقم ده وقول له دخلني قناة الجون عشان خاطر يا صاحبي تشوف كل الفيديوهات اللي احنا نزلناها. بننزل اي حاجة على القناة دي، اي حاجة تخصنا على القناة. فلو انت مش موجود على القناة قول له دخلني على قناة الجون. خد بقى فين؟ مفيش حاجة، مش هنفوت سؤال ان شاء الله. تعالى لي هنا يا صاحبي بتاعت نظرية الما نهاية. اول حاجة يا صاحبي، هو ايه ده لازقين في بعض ليه؟ ماشي، تعال نشوف فوق يا صاحبي. بص، اول حاجه هنا السين بما لا نهايه، يبقى دي كانت النظريه الخامسه. النظريه الخامسه دي كان ليها 3 حالات. اول حاله لو الدرجه اللي فوق نفس الدرجه اللي تحت يبقى الناتج المعامل على المعامل، ولو كان الدرجه اللي فوق اصغر من اللي تحت يبقى صفر. صغنن يعني صفر لو اللي فوق صغنن. طب لو اللي فوق كبير، لو كبير يبقى الناتج ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه. تعال نشوف الكلام ده. أول حاجة اللي فوق أس 4 أعلى أس، واللي تحت أس 5. طالما الدرجة اللي فوق أصغر من اللي تحت يبقى كده الناتج على طول بإيه؟ بصفر. بس على طول. طيب هنا يا صاحبي، هنا دي النظرية الكبيرة بتاعت الأس الكبيرة. تقريبا السؤال ده جه غلط دلوقتي، هنلاقيه قدام تاني إن شاء الله. هنا يا صاحبي دي النظرية بتاعت الأس الكبيرة. بص، هنا س هنا س هنا س، هنا ألف هنا ألف هنا ألف. الأس زي الأس والأس زي الأس والإشارات سالب، بس مديك الناتج ب 12 وبيقول لك هات الألف. أهي النوع ده بقى من المسائل ما بيتحلش على الآلة يا صاحبي. طب أنا لو هطبق النظرية كنت بقول مين على مين؟ الأس اللي فوق على الأس اللي تحت. يبقى مين على مين؟ 9 على 6 في المتطلق اللي هو ألف أس الطرح 9 ناقص 6 فيها كام؟ 3. بتساوي 12. يبقى انا بس هطبق النظريه اقول مين على مين؟ الاس اللي فوق على الاس اللي تحت. في المتطلق اس الطرح. الله. طب احنا عايزين نجيب الالف. خلاص ده 9 على 6 تروح هناك بالشقلوب. يبقى هنكتب الف اس 3 بتساوي 12 في ده 9 على 6 تروح هناك تبقى ايه؟ 6 على 9 بالشقلوب. اكتب لي على البزازه 12 في 6 على 9. يعني كده الالف اس 3 بتساوي 12 في 9 على 6 تطلع ب 8. طبعا بالنسبه لك يا صاحبي الف اس 3 بتساوي 2 اس 3. مش 2 اس 3 هي 8؟ طب لو الاس بيساوي الاس وفردي يبقى الاساس بيساوي الايه؟ يبقى كده الالف بتساوي كام؟ الالف بتساوي 2 اللي هي دي. اوكي يا برنس، سؤال رقم 50. تعالى لي يا حبيبي. هنا يا صاحبي لو انت بصيت هتلاقي ده الاس الكبير. طالما الاس الكبير يبقى دي النظريه الرابعه. ماشي، بس لازم اللي هنا يكون شكل اللي هنا يكون شكل اللي هنا. طب السين ناقص 5 دي مش هعرف افكها عشان عليها اس 7 عليها قفل، فلازم اخلي المساله كلها تبقى س ناقص 5. طيب اعملها ازاي؟ بص يا ابو الصحاب، اول حاجه هننقص من هنا 5 وهننقص من هنا 5. هتبقى كده نهايه س ناقص 5 تقول 6 ناقص 5 فيها 1. ماشي. وبعدين بقى ابو الصحاب بص،
هتبقى هنا س ناقص 5 أس 7 ناقص 1. ممكن اكتب 1 أس 7 عادي. الس ناقص 6 دي انا عايز اخليها س ناقص 5. طب ما تكتبها س ناقص 5. طب عشان تبقى 6 زي ما هي انقص منها 1. الله، خلي بقى دول كده. الله، بقوا شكلي بعض، بقوا شكلي بعض يا واد. ازاي؟ بص، ده 1 2 3، اول 3 شكل بعض. الواحد زي الواحد زي الواحد، 3 وحيد زي بعض. والاشارات زي الأس بعض. زي الأس والأس زي الأس والإشارات سالب. طب أقسم مين على مين؟ الأس اللي فوق على الأس اللي تحت. فيلم الطلة أس الطرح. مين الأس اللي فوق؟ 7 على مين؟ 1 يبقى 7 على 1. في المطلق، مين المطلق؟ 1 أس الطرح. 7 ناقص 1 أس 6. تطلع على بزازتك 7. أوكي يا برنس. 51. العب العب. عوض يا واد عوض. يعني الس تقول لي 1. اشيل كل س واحط مكانها 1. لو عوضنا هتطلع بالنسبة لك 1 زائد 1 زائد 1 ناقص 3 تطلع بصفر. على هتعوض تحت تطلع بصفر. يبقى صفر على صفر. اللي فوق فيها أس كبير، أس 4، بعد كده أس 3، بعد كده ده وشها اسمها تركيبية. يا نهار أبيض، بحبهاش يا جون، بحبهاش. اسمها تركيبية ولا مطولة دي بحبهاش. بسيطة إن شاء الله، بسيطة هنظبطها يا واد. هنا س ناقص 1 أو س تقول له 1. اللي تحت ده مقدار ثلاثي يتحلل عادي. أحلله إزاي؟ قوسين قد بعض، أكسر الأول وأكسر الأخير. السين أس 2 تبقى إيه؟ س وس. حلو. الخمسة كام في كام؟ 5 في 1. حلو. الأخيرة موجب، 2 زي في نص إيه؟ سالب سالب وسالب. أعتقد إن في حاجة لازم بتظهر اللي هي اسمها العامل الصفري، اللي هي بقول س عكس ده 1 عكسه يبقى إيه؟ سالب 1. حلو، أهو ظهر تحت. يبقى لازم كمان يظهر فوق عشان ده اللي مبوظ المسألة. فأنا هكتبه فوق يمين شمال، أنا هكتبه فوق أهو. حصل. في بقى قوس تاني هيتكتب هنا. إحنا بقى عايزين نعرف إيه القوس التاني ده. هنجيبه منين؟ من الاسم التركيبية. كنا بنعمل زي الهمزة كده كبيرة، نكتب على ظهرها الرقم اللي هنا ده اللي هو 1. لو كان دايما بيجي عليها س أس 3، فكنا بنكتب ايه؟ معامل س أس 3 معامل س أس 2 معامل س بس والحد المتطلق. طب دي فيها س أس 4، يبقى اكتب ايه؟ معامل س أس 4 معامل س أس 3 معامل س أس 2 معامل س بس والحد المتطلق. يلا، السين أس 4 1، يبقى اكتب 1. السين أس 3 جنبيها 1. السين أس 2 مفيش أصلا أس 2 يبقى صفر. بعد كده السين بس جنبيها 1 والمتطلق سالب 3. كانت ميس صفصف تقول لك حبيبي ايه يا حبيبي؟ بننزل الأول ده بالأسانسير ونعمل حاجتين، نضرب ونجمع، نضرب ونجمع لحد ايه؟ لحد ما يوصل لي هنا صفر في الآخر. هننزل الأول ده زي ما هو. أي حد كان بينزل تحت بيتضرب. بيتضرب مين في مين؟ بص، بضرب ده في ظهرها. 1 في 1 ب1. 1 زائد 1 2. قال لي ينزل تحت يتضرب. 2 في 1 ب2. 0 زائد 2 ب2 زائد 2 في 1 ب2. 1 و2 3. 3 في 1 ب3. سالب 3 زائد 3 0. يا ابن الجنية. طب هنا بقى عيد تاني. مش عيد، ما تعيد انت الفيديو يا عم الماسخ. عيد عيد ايه يا ماسخ انت؟ اقول لك عيد تاني، ما تفكر نفسك في الحصه. اتفرج عليها في الفيديو، يعني ترجع تاني يا واد. هنا اول رقم هي المساله كانت س أس 4، خدت منها س، يبقى اتفضل س أس كام؟ 3. حلو، يبقى اول رقم بحط جنبيه س أس 3. تاني رقم بحط جنبيه س أس 2. تالت رقم بحط جنبيه س بس. رابع رقم ده بيبقى المتطلق. المتطلق يا اخويا المتطلق. يبقى هتقول له كده س أس 3 زائد 2 س أس 2 زائد 3 س زائد 3. يلا بالصحاب يلا. ده ايه اللي هيحصل؟ ده مع ده. لا لا لا، ده نو ما يتمش ده. هو ده اللي كده بس. يلا بقى معايا. اول حاجه احنا هنعوض بقى تعويض مباشر. خلاص كتبنا دي هي دي، بس دي هنا كان في 1 وهنا مش ده تبقى 2 2 وهنا دي 2 اهو. صح. يبقى دي 2 اهي. يلا بالصحاب.
اول حاجه يعني ايه السين تقول لي واحد؟ اشيل كل سين واحط مكانها واحد. مكان السين دي كانت واحد، حلو، هنا هكتب واحد زائد 2 في 1 ب2، 2 في 1 ب2 زائد 3 على السين دي بواحد، يبقى 1 ناقص 5 تطلع بكام على الآلة كله؟ -2. -2. ده كله على الآلة يطلع ب2. ودي يا اخويا الاسم مطولة. خلي بالك انك عندك ملحوظة ان الما لا نهاية لو خدت أس موجب تديني ما لا نهاية. الما لا نهاية لو خدت أس سالب تديني تديني صفر على طول. بدل بقى تقعد تقسم وتبدل والكلام ده، لا. هو أول حاجة تعويض مباشر. يعني إيه السين تقول لي ما لا نهاية؟ أشيل كل سين وأحط مكانها ما لا نهاية. فهنا ما لا نهاية أس سالب 4، ما لا نهاية ما لا نهاية ما لا نهاية أس سالب بصفر زائد ما لا نهاية أس سالب بصفر ناقص 4 على ما لا نهاية أس سالب بصفر زائد 3. فتطلع يا صاحبي سالب 4 على 3 اللي هي ألف. أوكي خد، تعالى حبيبي تعالى حبيبي. ده السؤال اللي احنا قلنا عليه فوق على فكرة. بص كده، هنا السين تقول لي ما لا نهاية، فنشوف بقى دي أنهي حالة دي أنهي حالة. طبعا لو أنت بصيت الدرجة اللي فوق أعلى أس 4 واللي تحت 5، فاللي فوق صغنن أصغر، اللي فوق أصغر من تحت، يبقى ناتج بصفر. طب بص هنا كده، دي لو أنت بصيت دي اللي فوق من الدرجة الثالثة واللي تحت من الدرجة الثالثة، يبقى الناتج المعامل على المعامل اللي هي 5 على 2 اللي هي دي 5 على 2. تعالى اللي بعديه. هنا قلنا يعني ايه السين تقول لي ما لا نهاية؟ أشيل كل سين وأحط مكانها ما لا نهاية. ما لا نهاية ما لا نهاية ما لا نهاية أس سالب بصفر، ما لا نهاية أس سالب بصفر زائد 5، فتطلع معايا ب5. هنا الدرجة فوق أس 1 والدرجة تحت أس 1، هو مديني الناتج ب5 بس عايز الألف. طب ما لو الدرجة نفس الدرجة يبقى الناتج المعامل على المعامل. مين المعامل؟ ألف. مين المعامل؟ 3. ألف على 3 بتساوي كام؟ 5. 5. اضرب مقص، اضرب دول في بعض، يبقى الألف بتساوي كام؟ 15. 15 ملي. أوكي يا برنس، خد. تعال هنا، بص السؤال ده بيقول لك النهاية للكلام ده بتساوي ميم. ميم يعني ليها ناتج، يعني في ناتج. فلما تطلع ناتج وبعدين ما فيش هنا صفر ولا ما لا نهاية في الثانية، ما هو الثانية ميم، الأولى كاف والثانية ميم، يعني معنى كده إن هي تطلع ناتج يبقى الأس اللي فوق نفس الأس اللي تحت، الدرجة اللي فوق نفس الدرجة اللي تحت. طب وأنا أعرف منين؟ بص هنا أعلى حاجة فوق أس 2 وتحت أس 1، لا استنى كده دي غلط. الأس 2 لازم تمشي. طب أمشيها إزاي؟ إني معاملها يبقى بصفر، لأن صفر في س أس 2 بصفر، صح؟ يبقى هقول له الكاف زائد 2 بتساوي صفر. فأنت لو عايز الكاف تمشي بعكس الإشارة، يبقى الكاف بتساوي -2. على فكرة من غير ما أكمل هتطلع دي. ليه بقى؟ لأن الأولى كاف الوحيدة اللي فيها كاف -2، الأولى -2 هي دي. لكن لو عايز تكمل كمل. أعمل إيه؟ بص، الناتج المفروض بيطلع المعامل على المعامل، دي أضعى أس 1، فأنت هتقسم المعامل على المعامل، يبقى 6 على 2 بتساوي المعامل اللي هو مين؟ طبعا 6 على 2 فيها كام؟ 3. يبقى خلاص يبقى الميم بتساوي 3. يبقى أنت عندك الزوج المرتب الكاف ب-2 والميم بكام؟ ب3. تعالى كده صح. هنا اللي فوق من الدرجة الثالثة واللي تحت من الدرجة الثانية، فكده هيبقى الناتج المعامل على المعامل؟ لا، ده كده ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية. الرقم ده سالب ولا موجب؟ موجب. يبقى ما لا نهاية بس. طب لو كان سالب كنت أختار سالب ما لا نهاية، ماشي. طب لو كان دي من الدرجة الثالثة كنت هقسم المعامل على المعامل، يبقى 5 على 3 كنت اخترت الأولى. فهمت؟ تعالى صاحبي، هنا أعلى أس 3 وتحت أعلى أس 3، خلاص. وهنا السين تقول لي ما لا نهاية عشان بس مش مكتوبة. يبقى كده بالنسبة لك طالما اللي فوق نفس الدرجة اللي تحت، يبقى الناتج المعامل على المعامل. المعامل دي مش جنبها حاجة، يعني واحد على هنا 2 بس عليها أس 3، يبقى 2 عليها أس 3،
يبقى فيها 1 على 8 اللي هي دي. طب تعالى اللي بعديها. هنا طالما السين تقول ما لا نهايه ومدياني ناتج، ودي أس 3 ودي أس 3 أعلى أس، يبقى الناتج المعامل على المعامل. مين المعامل؟ 3 ألف على مين المعامل؟ ألف ناقص 1 بتساوي كام؟ 2. هو ده الناتج. يلا بقى، ملهاش مقام، مقامها إيه؟ 1. أول حاجة لو كسر بيساوي كسر يبقى مقص بيساوي مقص. هضرب 1 في كل اللي فوق، 1 في 3 ألف. 3 ألف. حلو، ونضرب الاتنين في كل تحت، 2 في ألف 2 ألف ناقص 2 في 1 ب2. وادي الألف جنب الألف، ده بالموجب بيروح بالإيه؟ بالسالب. يبقى 3 ألف ناقص 2 ألف 1 ألف بتساوي سالب 2، يعني الألف بسالب 2. يبقى كده الألف بسالب 2. أوكي يا برنس. أوكي. تعالى هنا. لو جيت تعوض هنا أو لو جيت تبص هتلاقي هنا الدرجة اللي فوق أكبر من اللي تحت، يبقى دي بما لا نهاية. ناقص الدرجة اللي فوق أكبر من اللي تحت، يبقى دي بما لا نهاية. ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، دي اسمها كمية غير معينة. يعني ايه كميه غير معينه؟ يعني ما طلعش اجابه يا صاحبي، ما طلعش اجابه يا صاحبي. طب وانا اعمل ايه طالما ما طلعش اجابه؟ ايه اعمل ايه انا ما طلعش اجابه؟ حاول تبسط. ابسط ازاي؟ بص، هتقول له نهايه السين تقول للما لا نهايه. ماشي. هنا المقام ده زي المقام ده، هتنزل واحد منه، 2 س زائد 3، واللي فوق بقى هتطرح س أس 2 ناقص س أس 2 هيطيروا مع بعض، صح؟ 6 س ناقص 5 ب6 س ناقص 5. الله! طب ما كده بقت أسهل. المعامل الأس نفس الأس، يبقى الناتج المعامل على المعامل، يبقى كام على كام؟ 6 على 2 6 على 2 فيها كام؟ 3. 3. يبقى كده طلعت إجابة بتبسيط بسيط مني. المقامات متوحدة فخدت واحد منهم، طرحت اللي فوق، المسألة خلصت أصلا. خش على اللي بعديه، خش وحفلت عليه. تعال ما تنجيش. بيقول لك قياس أكبر زاوية في المثلث أطول الأضلاع. ماشي. في أطوال الأضلاع ده طبعا كنا بنسمي دوت ألف شرطة ب3، ده حساب مسلسلات، أيوه صح. والب شرطة 5. ب5، والجيم شرطة 7. ب7. وكنا بنقول أكبر زاوية قدام إيه؟ أكبر ضلع. مين أكبر ضلع؟ ألف ولا ب ولا جيم؟ جيم. يبقى أنت هتجيب لي كده جتا جيم. جتا جيم وعوض في قانونها يا صاحبي، جتا جيم وعوض في قانونها. قانون الجتا كان إيه؟ ألف شرطة أس 2 زائد ب شرطة أس 2 ناقص جيم شرطة أس 2 على 2 ألف شرطة ب شرطة. طب ما يلا عوض. ده المثال ده مشهور في امتحانات. هكتب كده ألف شرطة ب3 أس 2، الب شرطة ب5 أس 2، الجيم شرطة ب7 أس 2 على 2 في الألف ب3 في 5. دوسي على طول شيفت كوزاين ودخلي ده. 320. طلعت 120 على طول. خلي بالك حساب مثلثات هنا مش متك عليه خالص، انا مدي سؤال او سؤالين بس عليه. لو عايز حساب مثلثات روح اتفرج على الفيديو اللي موجود على الابلكيشن او ممكن يكون موجود على اليوتيوب، حساب مثلثات. لو ما تعرفش تابعنا على الرقم اللي انا كتبته لك ده، اساله فيديو حساب مثلثات موجود على الابلكيشن ولا على اليوتيوب، عشان ما تدورش كتير، وقول له زي ما قلت لك يدخلك قناه الجون لو انت مش موجود فيها عشان تبقى موجود معانا ومتابعنا. طيب ماشي. تعالى يا ابو الصحاب، تعالى يا ابو الصحاب، اطلع. عنكت ولا ايه؟ عنكت يا حماده ولا ايه؟ ايه يا حماده؟ يا حماده بس علمي فقط، علمي فقط. لو انت ادبي وقف الفيديو لحد كده، لو انت علمي خليك معانا 10 دقايق بس، 10 دقايق بس. تعالى يا ابو الصحاب هنا بيقول لك ايه؟ دالة التركيب. دال س اهي ور س اهي، عايز دال تركيب ر. طب انا هركب ازاي على بعض؟ اول حاجه بكتب الداله الاولى بس ما بكتبش فيها السين، يبقى اول حاجه د تركيب ر. قول لي بقى دي بعملها ازاي؟ اول حاجه بكتب الدال واحط جواها ر. ازاي؟ الدال يا صاحبي، الدال مش هكتب فيها السين، هكتب نقط ناقص 3. اي سين بحط مكانها نقط. ماشي.
مكان بقى النقط دي بحط الداله الثانيه اللي هي ب، اللي هي داله ب ايه؟ س اس 2. فهنا يبقى س اس 2 ناقص 3. بس كده. خلي بالك التركيب ده مهم، ده على الاقل فيه سؤالين ثلاثه، ده مهم قوي 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 قوي، ده اللي بيميز طالب علمي عن ادبي. قشطه. تعالى كده يا صاحبي. هنا ابو الصحاب بيقول لك ر تركيب د عند الواحد. هتحط الواحد جوه الدال. الواحد جوه الدال بيطلع كام؟ واحد جوه الدال بيطلع كام؟ 4. 4. نحط الأربعة جوه الر. الأربعة جوه الر طلعت كام؟ 7. يبقى الناتج ب7. يا واد يا لعبوا. يا علمي يا علمي يا علمي يا علمي. أي من الأشكال الآتية تعبر عن الدالة الأحادية؟ كنا بنعمل حاجة اسمها اختبار الخط الرأس الأفقي. أفقي. الأفقي لو خبط نقطة واحدة يبقى أحادية. أكتر من نقطة ليست أحادية. خط ليست أحادية. خط ليست أحادية لأنه هيخبط نقطتين. خط ليست أحادية لأنه هيخبط نقطتين. خط هيخبط نقطة واحدة، يبقى هي دي الأحادية. دي الوحيدة اللي أحادية. أحادية. بص اللي بعديها، إذا كانت الدالة في تزايد مستمر لجميع قيم س فإن الدالة تكون إيه؟ بص، هي لو الدالة في تزايد مستمر زي مثلا كده، يعني عملت تزيد 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 تزيد، خد دي ولا فردية ولا زوجية، بس دي هتكون أحادية. تمام. تعالى اللي بعديها. اللي بعديها بيقول لي إيه؟ بيقول لك د تركيب ر بيساوي 2 س ور 2 بتساوي 5، فعايز ر 5 أو د 5. طب أجيبها إزاي؟ بص، أنا هفك دالة التركيب دي. بتتفك إزاي؟ بتتكتب كده د جوه ر س بتساوي كام يا صاحبي؟ بتساوي 2 س. هو بقى مديك ر 2 ب5. يعني ايه ر 2؟ اشيل كل س واحط مكانها 2. حلو. يبقى اشيل الس دي واكتب مكانها 2، يبقى د جواها ر 2 واعوض عن الس ب2، يبقى دي ب2 صح. يبقى 2 في 2 ب4. انت بقى عندك هي الر 2 دي اصلا مديها لك بكام؟ 5. 5. يبقى انت عندك كده د 5 بيساوي 4. يبقى ده ال5 اللي هو عايزها طلعت ب4. 4 يا واد 4. بس خلاص. اصحى يا حبيبي، اصحى يا حبيبي، بننام والله خلاص فصلت. هنا صاحبي بيقول لك دالة س بتساوي 2 س زائد 1. ود تركيب ر ب3 س زائد 2. فهو عايز دالة الر كانت بكام؟ الله يخرب بيتك يا شيخ، خلي بالك دي مهمة قوي 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 قوي. طيب بنفك دالة التركيب دي، هي د تركيب ر معناها د واحط جواها الر. ماشي. الكلام ده بتساوي يا صاحبي 3 س زائد 2. حاول تبسط شويه معلش. هو لو انت عندك دالة الخمسة، يعني ايه دالة الخمسة؟ اشيل كل ر واحط كل ايه؟ س واحط مكانها 5. طب لو عندي دالة السبعة، يعني ايه دالة السبعة؟ اشيل كل س واحط مكانها 7. طب لو عندي دالة الر س، اشيل كل س واحط مكانها ر س. يبقى هنا دالة الر س، يبقى هروح في الدال اشيل السين واحط دال س. يبقى المسألة 2 اشيل السين واحط ر س اللي هي دي ر س زائد 1 بتساوي 3 س زائد 2. هتبدأ تبسط انك تخلي الر دي تقف لوحديها عشان انا اصلا عايزها. الواحد ده بالموجب يروح بالايه؟ بالسالب. يبقى هتقول كده 2 ر س بتساوي 3 س زائد 1 دي 2 ناقص 1 يبقى بواحد. طيب عشان تجيب الر بس هتقسم على الاتنين هنا وهتقسم كل ده على الاتنين، فده هيتيهم مع ده صح كده. يبقى ر س بدل ما نكتبها كده ممكن نكتبها نص في 3 س زائد 1. يبقى دالة الر س بنص 3 س زائد 1 اللي هي دي. الدرس ده كان بيجنن الناس. الله، الدالة العكسية
الدالة العكسية بيقول لك إذا كانت دال -1 العكسية بواحد ودال 2 زائد دال 2 فالكلام ده بيساوي كام؟ بص هي الأولى س والتانية صاد الأولى س والتانية صاد أي زوج مرتب الأولى س والتانية صاد الأولى س والتانية صاد. خلي بالك الدالة العكسية للواحد هي المفروض اللي جوه هنا بيبقى س اللي جوه هنا بيبقى س أما أنت عايز إيه بقى؟ بص هو أنا بالنسبة لي المفروض هنا س فلما تبقى عكسية يبقى أنت بتجيبها من صاد الأصلية إزاي يا مستر مش فاهم؟ يعني هتبص عند الصاد بواحد الصاد بواحد السين هنا بكام؟ 3 يبقى كده 3 زائد لكن دي الدالة العادية يعني بتبص على السين باتنين س بكام؟ عادي السين باتنين أول حاجة السين باتنين أهي الصاد بكام؟ -3 يبقى -3 طبعا موجب في سالب بسالب يبقى 3 ناقص 3 بصفر. طبعا الناس العلم ما كانتش بتذاكر الدروس دي قوي فزمان انا دلوقتي دماغها بتسيح كده قدامي. يلا بالصحاب كده نبص على ده. كان عندنا نهاية الدوال المثلثية كنا بنقول يا إما الجاء على السين أو الظا على السين، إيه على إيه؟ الجاء على السين أو الظا على السين، نفتح بقى الملزمة نبص على الكلام ده مع بعضينا كده. أول حاجة هنا 5 س أس 2، فهنا بالنسبة لي ممكن أقول نهاية س تقول لصفر، حلو قوي. هقوم قاسم كده دي النصين. أول حاجة هكتب جا 3 س على 5 س واحدة، وهاخد الظا 2 س هقسمها على السين، ممكن احط الخمسه هنا او الخمسه هنا عادي. دي كان اسمها نظريه المعاملات، فبنقسم المعامل على المعامل، يبقى مين على مين؟ 3 على 5 في المعامل على المعامل هنا كام على كام؟ 2 على 1 2 على 1 تطلع بكام على كام؟ 6 على 5 صح كده. خش على اللي بعديها. بص يا ابو الصحاب برضه للاسف دي مش واضحه شويتين ثلاثه، طب يلا تعال نكتبها كده قدام الناس ونقول س تقول صفر. أول حاجة يا صاحبي هنا كانت كام؟ 2 س 2 س زائد ظا 3 س 3 س على جا 4 س زائد 9 س أس 3. ماشي. لو عوضنا هتطلع صفر على الصفر. بص يا صاحبي احنا قلنا لازم تكون الجا على السين والظا على السين، الجا على السين والظا على السين الجا على السين والظا على السين. حلو. فاحنا لو قسمنا على السين يعني قسمنا على السين وهنا على السين وهنا على السين وهنا على السين، ايوه، فهنا السين تتيهم مع السين يبقى اتفضل لي كام؟ 2 زائد حلو. هنا كام على كام؟ 3 على 1 فيها ايه؟ 3. هنا المعامل على المعامل يبقى 4 على 1 فيها ايه؟ 4 زائد يا صاحبي ده هيتيهم مع ده هيبقى فيها 9 س والسين بصفر يبقى صفر، يبقى يطلع فيها كام على كام؟ 5 على 4. 5 على 4. ده اصلا الحل بتاعه، ده مش مسألة. طيب ماشي، تعالى نكتب هنا يا صاحبي، تعالى نكتب هنا المثال ده. هنقول نهاية، للأسف الحتة بتاعت المثلثات دي مش باينة أوي في الملزمة. هنقول هنا ظا 2 س زائد 5 س جتا 3 س على جا 7 س. أول حاجة أنا قلت أنا وأنت الجا على السين والظا على السين، يبقى لازم الظا دي تبقى على السين، فأنا هقسم هنا على السين وهقسم هنا على السين وهقسم هنا على السين، يبقى المسألة كلها على السين على السين على السين على السين على السين على السين، أيوه. يبقى هنا 2 على 1 فيها كام؟ 2 زائد السين دي تيجي مع السين دي، حلو، فهتبقى 5 جتا 3 س على المعامل على المعامل يبقى 7 على 1 اللي هي 7 يعني 7. ماشي. هي الجتا صفر بكام على الآلة؟ الجتا صفر، ما احنا المفروض نحط بقى السين بصفر. الجتا صفر 3 في صفر يعني صفر، الجتا صفر بكام؟ كوزين صفر 1. كوزين صفر يعني 1 يبقى دي ب1، 5 في 1 يعني 5 على طول 5. يبقى انت عندك كده 7 على 7 فيها كام؟ 1 بس كده يا صاحبي. يبقى اهم حاجه دايما المساله يبقى شكلها ايه على ايه؟ الجا على السين والظا على السين، الجا على السين والظا على السين، الجا على السين والظا على السين. حلو قوي. تعالى كده نسمي الله. خلي بالك ان هنا نهايه س تقول لصفر، عندك المساله جا 3 س على 2 جا 5 س. طيب نعمل ايه؟ بص بقى المفروض الجا على السين، فالمفروض اقسم فوق هنا على السين وتحت هنا على السين.
فلو انت كده هتطلع الناتج. طبعا لو عوضنا في المسائل دي كلها صفر على الصفر، فهنا المعامل على المعامل يبقى 3 على ايه؟ على الواحد، يعني 3. وهنا في 2 بره ما تنساهاش. في طالما الجاي على السين يبقى المعامل على المعامل 5 على الواحد فيها كام؟ 5. يبقى انت عندك 3 على 2 في 5 ب 10. وبيني وبينك يعني من غير ما كنت تقسم على السين والكلام ده، لو الجاي على الجاي او الظا على الظا تتعامل نفس الكلام. يعني هتبقى المعامل على المعامل، يعني 3 على 5 وتحت في 2 زي ما هي. كانت هتطلع برضه نفس الناتج من غير ما تقسم على السين والكلام ده. دي نفس المسألة ده حلها. طب تعالى بقى هنا. هنا بالنسبة لي دي جاية أس 2 3 س على 5 س أس 2. طب واحدة واحدة. أنا بالنسبة لي ممكن أقوم كاتب دي كده نهاية س تقول لي صفر. قولي بقى لو جدع، الجا س أس 2 تتفك ازاي؟ تتكتب ازاي؟ تتكتب ازاي؟ ازاي؟ فكري. تبقى ايه؟ جا أس 2 فكري. هتبقى ايه؟ جا في جا؟ فكري. هتبقى جا في جا. تبقى جا في جا، ماشي. تبقى جا 3 س في جا جا، 3 س. صح كده؟ ماشي، 3. حلو. وتحت تبقى مين في هتبقى مين؟ 5 س 5 س في س. في س، حلو. يبقى الجا اللي عليها أس 2 دي يعني الجا كم مرة؟ مرتين. حلو. فأنا بقى بالنسبة لي أطبق النظرية هنا وأطبق النظرية هنا. ما هي كده الجا على السين والجا على الإيه؟ على السين. يبقى كام على كام؟ 3 على 5. 3 على 5 في كام على كام؟ 3 على 1. 3 على 1 تطلع بكام على كام؟ هتطلع 6 على 5. 9 9 على على 5 يا بصمجية. 3 في 3 ب9 و5 في 1 ب5. يبقى انت كده بالنسبة لك الجا على السين والظا على السين. طب يلا، دي نفس الكلام دي نفس الكلام. الظا عليها أس 3، فدي لما تيجي تفكها يا صاحبي هتقول له نهاية السين تقول لي صفر. حلو. هتفك الظا، هتكتب الظا 2 س، ايوه، في ظا 2 س في ظا 2 س، صح. وتحت 5 س أس 3 يبقى 5 س، ما دي أس 3، ماشي. تبقى 5 س، ماشي. وهنا شرطة كسر، حلو أوي. يخرب بيتك، ماشي. يخرب بيتك، مسح بقى، أيوه كده. وهنا كمان شرطة كسر، هنا على السين وهنا على السين. فيبقى أنت بالنسبة لك يا أبو الصحاب هنا المعامل على المعامل 5 على السين، 2 على 5 ب 2 على 5. في المعامل على 2 على المعامل 1. 2 على 1 2 على 1. في 2 على هنا 1. 2 على 1 يبقى يطلع فيها 8 على 5. يبقى ده الناتج. طيب زي الفل. هنا دي لسه حالنا فوق. تعال بص دي. هنا بسم الله. هنا 3 س قطا 2 س. هنا بقى صاحبي نهاية س تقول لي 2. ادي اللي فوق بقى خلاص. س تقول لي صفر، لازم س تقول لي صفر. في حساب المسلسلات لازم س تقول لي صفر. هكتب 3 س، هي القطا دي مقلوبها ايه؟ جا. يبقى القطا تنزل تحت تبقى جا، يبقى جا 2 س. فطبعا بالنسبه لك يا ابو الصحاب هتقوم واخد المعامل على المعامل. ايه ده؟ مش انت قلت لي الجا على السين؟ اه عادي، او السين على الجا على فكره تمشي. هي النظريه جا على السين، بس مع الحل الكتير لقينا ان السين على الجا تمشي. يبقى اقول كده 3 على 2. 3 على 2 ده كده الناتج يا صاحبي. دي اللي لسه حلينا فوق، قشطه. ودي حلينا فوق. ده بتتكرر بقى ولا ايه؟ خبيتك. ايوه هي. حلو قوي. هنا لما عوضنا، تعالى واحده واحده يا ابو الصحاب. هنا يا صاحبي فوق زاطه 5 س على قطر 2 س. طب ديت اظبطها ازاي؟ نكبرها بس كده عشان مش واضحه للناس. ايوه، تعالى يا ابو الصحاب كده. بص يا صاحبي، هي الزاطه مقلوبها ايه؟ ظا، فنزلها تحت تبقى ظا. والقطا مقلوبها ايه؟ جا، يبقى طلعها فوق تبقى جا. يبقى هقول له نهايه س تقول لصفر. حلو قوي. القطا تطلع فوق تبقى جا 2 س، والزتا تنزل تحت تبقى ظا 5 س. احنا قلنا الجاي على السين او الظا على السين، لو قسمت على السين فوق وعلى السين تحت هتطلع ب 2 على 5. فعلى طول من غير ما بنقسم على السين، لو الجاي على الظا يبقى برضه المعامل على المعامل يعني 2 على 5. لو انت بصيت هنا
تعالى واحدة واحدة كده وبسم الله. هنا يا صاحبي نهاية 2 س ناقص 6. في مشكلة إن هنا السين تقول لي 3، فعش لازم السين تقول لي صفر. فهندخل التلاتة دي جوه بعكس الإشارة. يبقى هنقول كده نهاية السين ناقص 3 تقول لي صفر. ماشي. يبقى لازم المسألة كلها تكون س ناقص 3. فهتبقى جا هنا 2 وهنا 6، فممكن ناخد 2 عم مشترك. فهنقسم هنا على 2 وهنا على 2، فده هيتيهم بعدها يبقى س ناقص 6 على 2 فيها ايه؟ 3. 3. وناخد هنا 4 عامل مشترك صح. يبقى نقسم هنا على 4 وهنا على 4، فده يتيهم بعدها يبقى س ناقص 12 على 4 فيها ايه؟ 3. فلو انت بصيت يا صاحبي هتلاقي هنا ان دي نفس دي نفس دي حصل. يبقى الناتج المعامل على المعامل. يبقى 2 على 4 فيها ايه؟ نص. طيب تمام. تعالى هنا بص يا ابو الصحاب، عشان المسائل دي مهمه قوي 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 قوي، جايز تلاقيها في مقالي بكره. ما هي فيها تنقيط بس معلش حقك علينا، انا هقراها لك هي واظبطها لك. كل من اوجد قيمه كل من الميم والكاف اذا كان النهايه عند داله السين بتساوي 2 طلعت بتساوي 7. فهنا س اس 2 زائد 3 م، وهنا 5 س زائد كاف. هنا لما السين اصغر من الاثنين وهنا السين اكبر من الاثنين. هو يعني ايه النهايه طلعت ب7؟ النهايه طلعت ب7 امتى النهايه تطلع ب7؟ لما تكون النهايه عند الاثنين من اليمين هي النهايه عند الاثنين من الشمال هي طلعت ب7. يبقى يعني ايه النهايه طلعت ب7؟ يعني النهايه اليمنى بتساوي النهايه اليسرى. يبقى انت هتقول له كده معنى الكلام ده انا استفدت من دي ان داله الاثنين من اليمين بتساوي 7، وان داله الاثنين من الشمال بتساوي 7. صح كده؟ تعالى بقى واحده واحده بالصحاب. اول حاجه هو يعني ايه داله الاثنين؟ خلي بالك اليمين اللي هي دي اللي هي اكبر مني. يعني ايه داله الاثنين؟ اشيل كل س واحط مكانها 2. يبقى هنا 5 في 2 ب10 زائد الكاف بتساوي 7. طب ال10 بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى الكاف بتساوي 7 ناقص 10 سالب 3. طب هنا دالة الاتنين من الشمال بتساوي 7، يبقى شيل السين وحط 2. 2 أس 2 ب4 زائد 3 م بتساوي 7. الأربعة بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى 3 م بتساوي 7 ناقص 4 فيها كام؟ 3. اقسم على 3 يمين وعلى 3 شمال، باي 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 باي. يبقى الميم بتساوي 3 على 3 فيها كام؟ 1. يبقى احنا كده جبنا الميم وجبنا الكاف زي الفل. تعالى معايا اللي انا عايزه منك الداله دي هو بيقول لك الداله متصله عند س بتساوي 2. ماشي عشان ده مقالي. الداله متصله عند س بتساوي 2، عايز قيمه ا وقيمه ب. طب استنى، يعني ايه الداله متصله؟ يعني داله الاثنين بتساوي ما هي دي معرفه، بتساوي داله الاثنين من اليمين بتساوي داله الاثنين من الشمال. مشكله بقى لو تلاقي حد ما حضرش الدرس ده، ياه الدرس ده مهم قوي قوي قوي. هي داله الاثنين اللي هي عند اللي يساوي بكام؟ ب4. يبقى كده دي ب4. ماشي، دي كده ب4. يبقى المفروض يا صاحبي انا استفاد من الكلام ده ان الداله عند الاثنين بتساوي 4، وان الداله عند الاثنين بس من الشمال بتساوي برضه 4. طب ما يلا عوض معايا كده. هو اول حاجه الداله من اليمين اهو عوض. يعني ايه داله الاثنين؟ اشيل كل س واحط مكانها 2. 2 اس 2 ب4 زائد اشيل السين واحط 2. 2 في الف 2 الف ناقص 2 بتساوي 4. طب نفس الكلام هنا الداله من الشمال بتساوي 4، يبقى هتشيل هنا السين وتحط 2. يبقى 5 ألف زائد 2 ب بتساوي 4. عوض يا ابو الصحاب وهات السين عادي او هات الالف والب. هنا 4 ناقص 2 فيها 2، يبقى 2 ألف زائد 2 بتساوي 4. الاتنين دي بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى 2 ألف بتساوي 4 ناقص 2 فيها كام؟ 2. على الاتنين يمين وعلى الاتنين شمال يبقى الألف بكام؟ 1. هنا أشيل بقى الألف وأحط 1،
يبقى 5 في 1 ب5 زائد 2 ب بتساوي 4. هنا 5 بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب. يبقى 2 ب بتساوي 4 ناقص 5 سالب واحد. 1. اقسم على الكام؟ على على الاتنين الاتنين. وهنا على الاتنين. باي 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 باي. يبقى الب بتساوي سالب نص. خلي بالك السؤال ده مهم في المقالي. يبقى الداله متصله، يعني داله الاتنين عند الرقم انت بتقول عليه بتساوي داله الاتنين من اليمين بتساوي داله الاتنين من الشمال. التلاته دول بيساووا بعض. يعني ايه داله الاتنين؟ يعني اللي فيها يساوي. يعني ايه يمين؟ اللي بيبص يمين. طب يعني ايه شمال؟ اللي بيبص شمال. وكده بفضل الله انتهينا من مراجعة البحث كاملة. أشوفك على خير في البحث في إيه؟ في الميكانيكا إن شاء الله. السلام عليكم. سلام.